السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات دفعة 26 أهلا بيكم في أول حصة في السنة. يا رب تكون سنة سعيدة عليكم، يا رب سنة تكون مليانة تحقيق أماني وأحلام ونجاحات وحاجات حلوة جدا جدا جدا. النهاردة في الفيديو ده احنا جايين نعمل حركة ظريفة جدا. ايه هي؟ حصة الأساسيات أو البيزكس، أو أنا بحب أسميها البريريكويزيتس. بريريكويزيتس المقصود بيها هي الحاجات اللي أنت لازم تكون مذاكرها كويس جدا جدا. خلي بالك الكيمستري زي الفيزيكس والبيولوجي والمواد اللي هي لازم تكون متأسس فيها. في الماثيماتكس مثلا لازم تكون عارف بيزكس عشان تخش على ماث 2 وتفهم وتركز وتذاكر. نفس الكلام في الكيمستري، في اساسيات انت بتدرسها من اولى اعدادي لحد تانية ثانوي، والاساسيات دي لازم تكون فاكرها كويس. خلي بالك انا مش جاي افكرك والسلام، يعني مش جاي املى وقت وفيديو طويل والسلام، لا، انا منقي عناوين ومواضيع اساسيه من اول اولى اعدادي بجد فعلا لحد تانية ثانوي. طيب الطلبه بتختلف في المستويات، في ناس كانت بتذاكر في الخمس سنين اللي فاتوا وناس لا، وناس وقعت سنين وذاكرت سنين وجو كده. بس اللي انا متاكد منه ان معظمكم ناسي، بمعنى مش هكون ببالغ لو قلت ان 95% من الطلبه اللي قاعده قدامي مش فاكره 3/4 الكلام اللي انا هقوله النهارده. علشان كده عشان ابدا معاكم بدايه حقيقيه وبدايه صح، محتاج الم المواضيع دي في فيديو واحد في حصه واحده. فاذا ضروري جدا تهتم بالحصه دي وتركز فيها وتعتبرها حاجه مهمه. دور حضرتك ايه النهارده معايا؟ تركيز من نار. لازم يكون معاك كوبي بوك بتسجل فيها بعض المعلومات اللي انت هتبقى ناسيها وعايز تفتكرها. من اول دلوقتي تركيز من نار، من اول دلوقتي انسى بقى كل حاجه، خش في مود المذاكره، مود الايه، الحصص. افصل اي دوشه حواليك. لو انت بقى جعان قوم كل قبل ما تتفرج، لو انت عايز قهوه اشرب قهوه، ايا كان الوضع اعمله علشان تبقى مركز. انا بقى دوري ايه في القصه دي؟ انا دوري اشرح تفاصيل التفاصيل. وده الحمد لله اللي دايما مشهور عني. ايه المشهور عني دايما؟ ان المدرس ده بيشرح كويس جدا وبيشرح التفاصيل قوي وبيفهم الحاجه جت منين. الحمد لله انا ماليش في سكه الحفظ، يعني مش بصمم الطلبه واحفظهم والجو ده، لا، مش الحمد لله مش بتاعي. انا بفهم وبقول كل حاجه جت منين عشان انت تبقى مرن في الحركه. والواحد لما بيكون فاهم يا جماعه حركته بتبقى في الامتحانات سهله ومرنه. يعني السؤال جه يمين السؤال جه شمال، الطالب عارف يفكر مش حافظ المعلومه عامله ازاي. فانا دوري ان انا اشرح. ايا كان مستواك هتطلع من الحصه دي ان شاء الله بيرفكت في الكيمستري القديمه كلها من اولى اعدادي لثانيه ثانوي باذن الله. هتخرج من هنا بيرفكت. فخليني ابدا معاك من اصل الاصول. ايه الكيمستري؟ بتدرس ايه الكيمستري؟ بيقول لك الكيمستري بتدرس الماتر. شوف انا جايبك منين؟ جايبك من الديفينيشن بتاع الكلمه كيمستري. اصلا بتدرس الماتر. ايه الماتر دي يا مستر؟ بيقول لك الماتر دي اي حاجه ليها ماس وفوليوم. اي حاجه في الحياه ليها ماس وفوليوم يقولوا عليها ايه؟ ماتر. طب ايه الستيتس بتاعت الماتر؟ قال لك سوليد او ليكويد او جاز. سوليد او ليكويد او جاز. سوليد بنرمز لها بحرف الاس، الليكويد السمول، الجاز جي سمول. طبعا دي الحالات الاشهر. انا عارف ان في ناس مثقفه وعارفه ان في ستيتس اكتر من دي للماتر، بس انا بتكلم عن الحاجات النورمال اللي احنا بنتعامل معاها في حياتنا. سوليد وجاز وايه وليكويد. طيب ابسط حاجه بتكون الماتر هي مين؟ دي مين يا جماعه؟ الاتوم. بيقول لك ايه الاتوم دي؟ smallest building unit of an element. الشكل ده قدام حضراتكم مشهور جدا ومفروض اي طالب ثالثه ثانوي عارف المنظر ده ان شاء الله بالتاكيد. طيب دي بتتكون من ايه؟ قال لك مقسومه منطقتين. المنطقه اللي في النص يا ريت انت تحاول ترد معايا وتتكلم، يعني قعدتك قدام الفيديو ما ينفعش تكون مجرد ان انت بتتفرج وخلاص. تاني دي حصه مراجعه، فاحتمال تلاقي 30% من المعلومات انت عارفه اصلا فاكره، يعني تمام؟ فقوله ما يجراش حاجه. لما تردد معايا المعلومه تثبت اكتر وفي نفس الوقت انت ما تسرحش. فحاول دايما تبقى مركز معايا وبتقول اللي انت عارفه. طيب مقسومه الاتوم لايه؟ للنيوكليس، دي حته في النص، واللي بره حوالين النيوكليس اسمه انرجي ليفل. طيب مين اللي قاعد جوه النيوكليس؟ مين اللي عايش جوه النيوكليس؟ قال لك في نوعين من البارتكلز، حاجه اسمها نيوترونز وحاجه اسمها بروتونز. دول اللي جوه النيوكليس. بينما بره في حاجه اسمها ايه؟ الكترونز. بصوا المعلومه تبدو تافهه جدا اللي انا بقولها دي، ولكن تخيلوا ان لحد السنه دي، يعني لحد ما دخلنا ثالثه ثانوي، في طلبه بتتلخبط. هو عارف ان في حاجه صغيره وجواها حاجه وفي حاجات ابسط منها، هو عارف الليله دي، بس هو المسميات بتسقط منه. خلي بالك
للمره الثانيه في نفس اللحظه بقول انا مفيش عنوان هجيبه هنا الا لما انا محتاجه في ثالثه ثانوي، عشان بس ابقى واضح معاك. مفيش عنوان هعمله تضييع وقت او ملي فيديو، لا ما بعملش الحركه دي. فلما اقول لك افتكر معايا مين النيوكليوس ومين الاتوم، ما تستسهلش المعلومه وتقول دي تافهه، لا غيرك بيقع فيها، ماشي؟ فلو سمحت عايز اقول ايه، احترم نظريه المدرس ايا كان بقى الماده، يعني الكيمستري او غير الكيمستري. احترم نظريه المدرس فهو حاطط ايه وامتى، فاهم؟ يعني المدرس بدا امتى هو شايف ان ده الصح، تمام كده؟ المدرس حاطط ايه في المنهج هو شايف ان ده الصح، المدرس حاطط نوعيه اسئله ايه هو شايف ان ده الصح. فالتزم وامشي معاه، صدقني انت المستفاد، صدقني انت المستفاد. والحصه دي هيبان اثرها، مش هقول لك اخر السنه، لا في خلال شهر، في خلال شهر اللي هيذاكر الحصه دي كويس هيبقى في حته، واللي مش هيذاكرها هيبقى في حته وحشه جدا، هيبقى اعصابه متوتره لانه شايف ناس تانية عارفه وهو للاسف لا. طيب فلو سمحت ركز في التفاصيل. هي الحاجه الكبيره كلها اسمها ايه؟ اسمها اتوم. جواها ايه؟ حتتين، نيوكليس وانرجي ليفلز. جوه النيوكليس في مين؟ بروتون ونيوترون. وبره النيوكليس في مين؟ في الكترونز، ماشي كده؟ طيب بالنسبه للتشارجز بتاعت الكلام ده ايه؟ قال لك البروتونز بوزيتيف من اسمها بي، بروتونز ايه؟ بوزيتيف. طيب الالكترونز نيجاتيف عكسها، والنيوترونز نيوترال وبرده من اسمها. فهنا احنا اتكلمنا عن التشارج. فبيقول لك ايه بقى معلومه مهمه، عدد الالكترونز النيجاتيف قد عدد البروتونز البوزيتيف. اعتبرهم فريقين كوره، اهلي وزمالك 11 و11. فبيحصل ايه؟ الملعب متعادل. لما 11 اهلي و11 زمالك يبقى الملعب متعادل. نفس الكلام عندنا هنا. الاتوم نيوترال. يعني ايه الاتوم الكتريكال نيوترال؟ يعني ربنا خلقها حته صوديوم، وحده اتوم صوديوم كده، ربنا خالقها جواها 11 بروتون و11 الكترون، يعني نيوترال، ولا عليها بوزيتيف ولا عليها نيجاتيف، تمام كده؟ طيب نتكلم عن ايه كمان؟ عن الماس، الاوزان. مين التقيل في الناس دي ومين الصغير ولا ايه الحوار؟ قال لك الالكترونز وزنها صغير لدرجه ان هم بيهملوها. لو حضرتك يعني متذكر كده الناس الحلوه بتاعت تانية ثانوي اللي متاسسه سوري، قال لك ايه؟ قال لك ان وزن الالكترون الواحد 1 over 1136 AMU. مش عارف حد بيجيب في سيرتي ولا ايه؟ هحاول ابقى اقصها في المونتاج دي ان شاء الله. طيب فبيقول لك ايه؟ ان وزن الالكترون 1 over 1136 من الاي ام يو، يعني 1 اوفر حاجات، تمام كده؟ يعني يا جماعه 0.0001835 في الاخر، تمام؟ فوزنه صغير جدا. خلي بالك هو له وزن، عشان بس محدش يفهمني غلط، هو له وزن بس وزنه مهمل مقارنه بمين؟ بالبروتون والنيوترون، الناس التقال بقى في الموضوع. زي يا جماعه فكره القلم ده مقارنه بوزني انا كبني ادم. لو انا فرضنا ان انا وزني 100 كيلو، ماشي، فانا وزني كبير بالنسبه للقلم ده. القلم لسه له وزن بس مهمل مقارنه بيا. يعني انا لو طلعت على الميزان محدش هيقول لي محمد والقلم بكام ومحمد لوحده بكام، محدش هيقول كده، هو محمد ب 100 كيلو وخلاص، تمام كده؟ نفس الفكره. فالالكترون وزنه مهمل، عشان كده يقول لك ايه بقى؟ الماس اوف ذا اتوم كونسنتريتد في النيوكليوس. الكلمه دي مهمه قوي، الماس اوف ذا اتوم كونسنتريتد فين؟ في النيوكليوس. طيب ده يودينا لموضوع تاني بره بقى، بره النيوكليوس شويه. في ايه دول؟ قلنا عليهم انرجي ليفلز. اتخن اتوم ربنا خالقها في الجراوند ستيت عندها 7 انرجي ليفلز، طبعا كلكم ان شاء الله عارفينهم اكيد يعني باذن الله، اللي هم KLMNOPQ. هم دول السبعه انرجي ليفلز، اسمائهم يعني اللي احنا نعرفهم في احسن اتوم او اتخن اتوم خلقها ربنا. طيب هل كل انرجي ليفل من دول بيقدر يتسع لعدد الكترونز زي التاني؟ الاجابه قطعا لا. حتى بص، دوائر ضيقه ودوائر اوسع، ففي ناس بتسكن جواها عدد الكترونز اكتر من ناس. خلي بالك، اول انرجي ليفل ماكسيمم 2، تاني انرجي ليفل 8، تالت انرجي ليفل 18، والرابع 32. خلي بالك انا بقول لك هنا الماكسيمم يعني ايه؟ يعني هو اخره يشيل 32 مثلا، تمام؟ مش معنى كده ان انت كل ما هتشوف اتوم هتلاقي الرابع فيه 32، لا ما بنقولش كده. احنا قصدنا نقول ايه؟ ان هو في 32 مكان كرسي، في 32 كرسي فاضيين. ممكن اتوم
تقعد فيهم واحد الكترون بس والباقي فاضي خالص، او 2 او 3 او 10 او 18، بس المهم ان هو السقف بتاعه الماكسيمم ما يشيلش اكتر من كام؟ من 32 الكترونز. اتفقنا كده؟ جميل جدا. مين ده يا جماعه؟ ده البريودك تيبل، تمام كده؟ ده من اعظم انجازات البشريه في القرون كلها تقريبا. ليه؟ الانسان ربنا رزقه بعلم قدر يرص الاليمنتس اللي هو اكتشفها كلها في مكان واحد عشان يسهل دراستها. لما حضرتك بتمسك البريودك تيبل، وبالمناسبه هتلاقيه جوه الشنطه برضو في واحد بريودك تيبل كده حلو عشان تعلقه عندك في الاوضه ولا حاجه. انا بحب دايما كده، انا نفسي شخصيا معلق بريدك تيبل عندي عشان ابص عليه دايما. لما تبص على اي اليمنت من الاليمنتس اللي الانسان حطهم في التيبل، هتلاقي فيه رقمين مكتوبين عند اي سيمبل فيهم، اي سيمبل، رقم فوق ورقم تحت. اللي فوق يسموها اتوميك ماس او ماس نمبر، اللي تحت يسموه اتوميك نمبر. لو انت شاطر وفاكر تقدر تقول لي ايه هو الاتوميك ماس وايه هو الاتوميك نمبر. طبعا الولد يبدا يقول لك ايه الوزن. ماشي، انا فاهم ان هنترجمها نلاقيها الوزن، ماشي، بس انا عايزك ايه هو، يعني بنحسبه ازاي او بيعرفوه ازاي، ايكوال ايه من الاخر. فتلاقي في طلبه الحمد لله فاكره يقول لك ايه الاتوميك ماس ده يا مستر؟ هو ايكوال البروتونز بلس النيوترونز، وزن البروتونز بلس ايه؟ وزن النيوترونز. ماشي كده؟ طب ايه هو الاتوميك نمبر؟ يقول لك هو نمبر اوف بروتونز اللي هو نمبر اوف الكترونز. ما احنا لسه قايلين من شويه ان ربنا لما خلق الاتوم خلق الاثنين قد بعض، فانا لما اقول البروتونز ايكوال على طول ايه؟ الالكترونز. ماشي كده؟ طيب ركز معايا عشان لسه هقول هنا تركه مشهوره جدا. تاني، ايه هو الاتوميك ماس؟ البروتونز مع النيوترونز مع بعض. ايه هو الاتوميك نمبر؟ هو البروتونز الاول، بنقول هو البروتونز الاول اللي هو الالكترونز. طيب هقول ايه؟ هقول مثلا مثال زي ده، انا رحت البريودك تيبل ببص لقيت الصوديوم مكتوب فوق 23 وتحت 11، تمام؟ طيب استنتج من كده ايه؟ استنتج على طول ان عدد البروتونز 11 اللي هو عدد الالكترونز برضو 11. واستنتج من كده ايه؟ ان النيوترونز بقى هي الباقي. باقي مين يا مستر؟ معلش يا حبيبي، يا حبيبي ركز معايا، يا حبيبي ركز معايا وما تسرحش، عشان انا حاسك بدأت تسرح واحنا لسه ما كملناش نص ساعة في الحصة. ما هو الرقم ده هو البروتونز، هو الالكترونز، حلو 11. الرقم اللي فوق بقى هو مين؟ ال 23 دول اصلا هم البروتونز بلس النيوترونز. طب ما انا لسه قايل ان البروتونز ب 11، يبقى سهل جدا اقول ان ال 23 دي ايكوال ال 11 بلس النيوترونز، يبقى النيوترونز 23 ماينس 11. سهله جدا، ده يعني طفل في اولى اعدادي عارفها لان هم خدوها في اولى اعدادي وانت كمان، فبالتالي لازم تكون عارفها. تمام؟ طيب الايرون 56 فوق 26 تحت، لازم انت بقى ترد. خلاص انا دوري خلص هنا، انا فكرتك. فاذا دول مين؟ دول عدد البروتونز الاول اللي هم بالصدفه عدد الالكترونز. فوق بقى 56 ده ايه؟ ده البروتونز والنيوترونز مع بعض، السمشن بتاعهم ب 56 بروتونز ونيوترونز. وانا لسه قايل انه البروتونز ب 26، يبقى لو عايز تعرف النيوترونز تعمل ايه؟ 56 ماينس 26 تطلع ب 30. يبقى اذا الاتوم دي جواها 30 نيوترونز، 26 بروتون و26 ايه؟ الكترونز. تفصيله مهمه جدا. ليه في الكتب المحترمه لما بييجوا يعملوا ديفينيشن للاتوميك نمبر بيقولوا it is the number of protons ويسكتوا؟ تاني ليه لما بيعملوا ديفينيشن للاتوميك نمبر بيقولوا it is the number of protons ويسكتوا؟ مهمه جدا وانت غالبا عارفها، ممكن نتناقش فيها في اللايف بتاع الاسبوع الجاي ان شاء الله، وممكن نقولها دلوقتي. بص يا سيدي، هقولها دلوقتي. البروتونز هي الثابت في الموضوع، الالكترونز ممكن تتغير. ركز بقى معايا الله يكرمك في الكلمتين دول، ده صميم العلم، ده هو ده الشخص اللي متعلم والشخص اللي ايه؟ اللي واخد الامور من على الوش. بص يا حبيبي، الاتوم النيوترال اللي خلقها ربنا البروتونز قد الالكترونز، ماشي، بس في احتمال ان الاتوم تلوز او تجين. ما انت واخد الكلام ده وعارفه. تلوز او تجين ايه بقى؟ كمل الجمله الله يكرمك. الحاجه لما بتلوز او تجين الكترونز، يبقى في احتمال انه اثناء الكيميكال رياكشنز، ما احنا بندرس كيمستري يا جماعه، فاكيد هيحصل كيميكال رياكشنز يا جماعه. يعني ايه كيميكال رياكشن يا مستر؟ يعني الحاجه بتلوز او بتجين الكترونز، فعدد الالكترونز يتغير. فساعتها
ما يبقاش الاتوميك نمبر ايكوال عدد الالكترونز ولا حاجه. فمين الثابت اللي ما بيتغيرش؟ البروتونز. فاذا لما اجي احط ديفينيشن ايه هو الاتوميك نمبر، هو ايه؟ عدد البروتونز. هقول المعلومه بشكل اخر. بص يا حبيبي، الصوديوم اهي Na11 نيوترال اتوم، 11 بروتون 11 الكترون. دخلنا في الكيميكال رياكشن وكلكم عارفين ان الصوديوم بتلوز 1، دي حاجه بديهيات وهرجع عليها كمان دقايق ان شاء الله. فلما الصوديوم تلوز 1 الكترون، حضرتك عارف هيحصل ايه؟ القلم ما بيكتبش ليه؟ عشان انا قفلت القلم، واضحه جدا. طيب حضرتك عارف هيحصل ايه؟ حضرتك عارف هيحصل ايه؟ ال Na بوزيتيف 1 ده معناها انه خسر الكترون، يعني بقى عنده كام الكترون يا شباب؟ 10. طب وكام بروتون؟ زي ما هم ايه؟ 11 سوري، زي ما هم ايه؟ 11 بروتون. يبقى مين اللي ما بيتغيرش؟ البروتونز. مين الثابت؟ انت عارف ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان انا لما احب اتعرف على اتوم، انت مين؟ انا مش عارفك، تقولي لي عدد البروتونز اقول لك انت مين، بغض النظر عن عدد الالكترونز خالص. هقولها بطريقه ثانيه، بقول لك اتوم ما مش عارفها انا خالص، الاتوميك نمبر بتاعها او عدد البروتونز بتاعها 26. يبقى هي الايرون على طول، يبقى هي الايرون على طول، صح ولا ايه؟ عرفت منين انا؟ من عدد البروتونز. ممكن تكون خسرت ال2 الكترونز، ممكن تكون خسرت 3 الكترونز، مش مشكلتي خالص. عدد الالكترونز مش هو اللي بيديفاين الاتوم، عدد البروتونز هو اللي بيديفاين الاتوم. واضحه دي؟ مهمه جدا 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 الحته دي. طيب تقريبا هو انا كل الحاجات هقول عليها مهمه جدا في حصه النهارده، لان هي مهمه جدا فعلا، وانا مش حاططها عشان اي حاجه غير عشان اراجع على الكلام. طيب كده احنا اتعرفنا الماتر يعني ايه والاتوم اخبارها ايه. تعالى نتكلم عن السبستانس اللي بتتكون بقى بالحاجات دي. ما هي الاتوم بتعمل موليكيول والموليكيول بتعمل سبستانس. يعني انت لو ماسك حته خشب مثلا فهي مليانه بالموليكيولز اللي مليانه بالاتومز، فانا جايبك من الصغير وعمال اكبر بيك، فاهم ازاي؟ طيب تقدر تقول كده ان انا ايه؟ بعتبر انه الكيمستري لغه زي الانجليش والعربي، تمام؟ براجع معاك على الحروف عشان اخش على الكلمات، عشان اخش على الجمل، عشان نعمل مع بعض نوفل حلوه جدا او قصه عربي لطيفه لذيذه او وهكذا يعني. فهو نفس الفكره في الكيمستري، في حروف وفي كلمات وفي جمل، فنقدر نقرا قصه كامله وهكذا. طيب الموليكيولز معلومه تافهه جدا وسهله جدا، الا انه معظم الناس مش عارفاها او مش فاكراها يعني. كلمه موليكيول هي كلمه شامله تشمل الاليمنت والكومباوند. يعني في موليكيول اوف اليمنت وفي موليكيول اوف كومباوند. وهنا يا جماعه ده كلام بجد مش بهزر، ده كلام لازم تكون عارفه ضروري جدا وما تغلطش فيه معايا اثناء السنه. طيب الموليكيول اوف اليمنت ايه؟ الموليكيول اوف اليمنت ده بيقول لك لما حاجه تبقى نفس الاتوم ماسكه في بعضها، مثلا يعني مثلا ان صوديوم دي كده موليكيول اوف اليمنت، اكسجين O2 ده كده موليكيول اوف اليمنت، فوسفورس P4 يعني 4 اتومات فوسفورس ماسكين في بعض، ده كده موليكيول اوف اليمنت. بينما ركز بقى الحته دي هي اللي هتوضح لك كل حاجه. H2O هل دول نفس الاتوم؟ لا، ده في H وفي O يعني مختلفين. قال لك بقى ده كومباوند، تمام كده؟ طيب الامونيا NH3 هل دول نفس الاتوم؟ لا، ان حاجه والاتش حاجه، يبقى ده كومباوند. فاذا كلمه كومباوند حتى بالعربي لو انت دورت على الترجمه هي مركب، يعني اكتر من حاجه مختلفين مع بعض، تمام كده؟ فده الكومباوند. بينما الاليمنت هي حاجه بيور، هي حاجه نقيه جدا مفيش شوائب فيها، هو يا صوديوم بس يا اكسجين بس يا فوسفورس بس، حتى سلفر مثلا S8 فاهم؟ سلفر بس. فاذا ده موليكيول اوف اليمنت، لكن ده ميكس حاجات مع بعض، يبقى ده موليكيول اوف ايه؟ اوف كومباوند. هعمل معاكم حركه من اجمل الحركات اللي ممكن اعملها مع اي دفعه في الدنيا، لانه انا مزود حاجات السنه دي على فكره عن السنين اللي فاتت، ما كناش بنعمل كل ده السنين اللي فاتت. ولكن يعني خلينا نقول مش عايز اقول كلام يضايقكم بصراحه، بس خلينا نقول ان انا عايز اتعب شويه معاكم وابذل مجهود كبير عشان الاقي نتيجه احسن ان شاء الله، والاقي الطلبه متاسسه اكتر واكتر. طيب همسك الاليمنت واشرحه كاني باسس كتاب كيمستري جديد، ماشي كده؟ ايه عايز تشرح ايه في الاليمنت يا مستر؟ كل ده سيمبلز جت منين، والمولكيولار ستراكشر عامل ازاي، والميتاليك بروبرتي والاينز والاتوميك جروب، وهتفهم اهميه الكلام ده كمان تقريبا نص ساعه. طيب
اول حاجه نمسك السيمبلز. عندي طلبه حلوه مذاكره كويس قوي 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 وعارفه موضوع السيمبلز ده من زمان، وعندي طلبه محتاجه تراجع وتاسس. العلماء عملوا ايه؟ قال لك هناخد اول حرف من اسم الماده ونكتبه كابيتال ليتر ويبقى هو ده السيمبل بتاعه. فمثلا الكربون هناخد حرف السي، كابيتال سي، خلاص يبقى لما نشوف كابيتال سي يبقى ده الكربون. النيتروجين هناخد كابيتال ان، تمام كده. النيون هناخد كابيتال ان، لا مش هنعرف ناخد كابيتال ان، ليه؟ ما هو النيتروجين اخدها، صح ولا ايه؟ فمحتاجين نجدد نغير، فقمنا واخدين ان كابيتال اي سمول. اتاري لما تلاقي حرف كابيتال وراه سمول ده موضوع مهم، ده معناه انه ده اليمنت واحد، تمام كده. لكن حرف كابيتال لوحده يبقى ده اليمنت تاني. هقول لك ليه بقول كده كمان شويه. طيب الارجون مثلا هناخد حرف الاي بس، لا هناخد اي ار اول حرفين بس، لازم واحد كابيتال والتاني سمول. انا بركز على موضوع الكابيتال والسمول، بركز عشان في طلبه للاسف بتكتب كلام فارغ، مضطر اقولها بقى بصراحه، كلام فارغ بجد. انا لما بمسك كوبي بوكس بتاعت الطلبه في السناتر بشوف كلام فارغ، فبحاول ابدا معاكم اهو من اول السنه عشان محدش يكتب لي كلام فارغ تاني في اي كوبي بوك في الدنيا. طيب الصوديوم، قصه بقى الصوديوم ده نعمله حرف الاس؟ لا بقى، الطلبه كانت فاكره كده، ما هو سي كربون ان نيتروجين يبقى صوديوم اس، لا ما حصلش بقى كده. احكي لك حكايه سريعه جدا. الصوديوم اول ما اكتشفوه كانوا لسه بيتكلموا اللاتيني، ما هو الحياه ما كانتش انجلش دايما، زمان قبل الانجليش كانت اللغه السائده هي اللاتيني، تمام. اسم الصوديوم باللاتيني ناتريوم، اسمه ايه؟ ناتريوم. فقاموا واخدين ايه؟ اول حرفين. ما انا مش هينفع اخد حرف الان لان هو اتحجز للنيتروجين، فاهم الطريقه دي؟ خلي عندك سنس كده ووجهه نظر. مش هعرف اخد حرف الان بس عشان ده اتحجز للنيتروجين، فمضطر اخد اول حرفين ان كابيتال وايه سمول، فبقى اسمه ايه؟ ان ايه، او السيمبل بتاعه ان ايه. وبعدين اللاتيني اختفى فرجعنا نتكلم انجلش، فهو اسمه ايه بالانجلش؟ صوديوم، بس السيمبل بتاعه لازق فيه باللاتيني بقى ان ايه. شوف ازاي؟ فاذا بعض السيمبلز هتلاقيها مش بتميك سنس، بس لما تعرف الحدوته والقصه هتلاقيها بتميك سنس عادي جدا زي ده. زيه برضو البوتاسيوم نفس القصه بالظبط. الطلبه كانت فاكره ان حرف البي، لا الطلبه مش كانت فاكره حرف البي، الطلبه لحد دلوقتي لما بيشوف حرف البي يقول لك بوتاسيوم. هنتكلم في الموضوع ده كمان شويه. لا هو مش كده خالص، هو كان اسمه اصلا كاليوم باللاتيني، فخدوا حرف الكي فبقى ده السيمبل، لما الانجليش بقى هو السائد اسمه بوتاسيوم بس لسه السيمبل بتاع حرف الكي. شوف سبحان الله. طيب الايرن نفس الكلام، الايرن كنا اي، لا مش اي برضو، الايرن كان اسمه فيرم باللاتيني، اخدوا اول حرفين اللي هم اف اي وبعدين شالوا اللاتيني وحطوا انجلش فبقى اسمه ايرن. السيلفر طبعا الطلبه تقول لك ايه؟ اس، ما خلاص بقى احنا فهمنا ان في احتمال يبقى له اسم تاني. فعلا اسمه باللاتيني كان ارجنتم، فارجنتم يقول لك ايه؟ طب ما ناخد حرف الاي ار اول حرفين كابيتال وسمول بتاع، بس الاي ار اتحجزت ليمين للارجون، برافو عليك. فقاموا واخدين ايه بقى؟ واخدين ايه وبعدين جي، فبقت ايه كابيتال جي سمول، ده رمز السيلفر، فاهم؟ لان هو كان اسمه ارجنتم باللاتيني وسيلفر بالانجلش. يعني كل حاجه ليها قصه، بس مش عايز اضيع وقت اكتر من كده، بس حبيت اوري لك ان في حاجات ليها اصول في العلم بجد، مش بنحفظ وخلاص، لا في حاجات يبدو ان هي مش منطقيه بس هي منطقيه لو دورت على القصه بما يرضي الله وصح. طيب يهمني جدا 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 ان حضراتكم تحفظوا اول 20 element في البريدك تيبل. يا مستر هنحفظ؟ هنحفظ. مفيش يا جماعه علم في الدنيا بيمشي فهم بس، عشان بس ايه؟ تحط الاسس كده من اول السنه، تمام؟ انت لو عايز تفهمه بس ماشي ده حلو، بس مش هيوصلك للبرفكشنزم، تمام كده؟ مش هيوصلك للدرجه النهائيه. تعالوا نتخيل يا جماعه معلش كده دكتور خلص كليه الطب كلها فهم بس ما حفظش حاجه خالص، بعدين بقى يقعد يكشف على الناس ويقول لهم مش فاكر معلش هضطر افتح الكتاب بسرعه افتكر بس اسم المرض، ماشي؟ يقول اسم المرض، بعدين افتكر بس بسرعه الدواء، الناس اسم الدواء بس ما حفظتش، صح ولا ايه؟ دكتور اهو اللي هي كليه طب اللي هي مفروض على قمه الكليات، مع تحفظي طبعا على كلمه قمه وقاع دي ما بحبهاش بس مش موضوعنا دلوقتي. الناس كلها شايفه يعني ان كليه الطب دي بقى كلها جامده وبتاع وكل الناس بتفهم فيها، ماشي هم كلهم بيفهموا كل حاجه بس ما بيحفظوش خالص؟ لا طبعا. يعني هم طول ال7 سنين ولا ال6 سنين ما بيحفظوش؟ لا طبعا بيحفظوا، ده بيحفظوا اطنان من الكتب.
لو حد فيكم عنده اخ او اخت او قريب او اب او ام دكتور، اساله كده، اتكلم معاه كده، قول له انتوا بتفهموا بس طول الكليه بتقعدوا تفهموا بس، هيشتمك غالبا. ليه؟ لان هم بيحفظوا كميه حفظ مش طبيعيه عشان يعرف يقف يعالج الناس. ماشي؟ فما تجيش انت بقى تضيق عليا وتقول لي ايه هحفظ اول 20 اليمنت. طبعا هتحفظ اول 20 اليمنت عشان تعرف تتحرك جوه الكيمستري. ماشي؟ ما تقوليش بقى ايه ما انا معايا ورقه مفاهيم في الامتحان. هتكلم معاكم في موضوع ورقه المفاهيم ده اثناء السنه الدراسيه ان شاء الله، وان انا عايزك تلجأ لها في اضيق الحدود عشان توفر وقت. ماشي؟ من اشهر الحاجات اللي بنسمعها عن الطلبه في اخر السنه، شوف انا بتكلم معاك اهو من اول يوم عن اخر السنه، ان الوقت ما اسعفنيش وما لحقتش اخلص، ومعظمهم بيكون بيلجأ لورقه المفاهيم. تمام؟ انا هديها لك ورقه المفاهيم من اول دلوقتي، يعني برضو في نفس الباكج اللي انت هتشتريها بتاعه البوكلت هتلاقي ورقه المفاهيم موجوده بتاعه الوزاره، بس انا مش عايز اعتمد عليها، مش حابب اعتمد عليها بصراحه. انا حابب اعتمد على ده عشان لما الحاجه تطلع من هنا تطلع اسرع. ماشي كده؟ واعرف استخدمها اسرع ان شاء الله. يعني خلينا نكمل الموضوع بعدين. المهم ان انا محتاجك تحفظ اول 20 اليمنت، ضروري جدا جدا جدا. هنحفظهم ازاي؟ عادي جدا، هي السيمبلز كده. على فكره 3/4 حافظ معظمهم اصلا. يعني مين في اللي قاعدين ما يعرفش اتش يعني ايه هيدروجين؟ مين في اللي قاعدين ما يعرفش ان ايه يعني ايه صوديوم؟ ها قول. كلورين؟ ها كالسيوم؟ صح؟ ماشي؟ فالمعظم هتلاقيكم عارفينه اصلا. ماشي؟ حاجات بسيطه بس اللي ايه اللي دايما بتقع او بتسقط مننا. يعني ده مثلا بعض الناس مش عارفاه، سيليكون. ده بقى اللي هو اللي كنت بتكلم عنه من شويه، ده مش بوتاسيوم، ده ايه؟ فوسفورس. تمام كده؟ فمفروض ان حضرتك تقعد تمسك ورقه وقلم وتسمعهم مرتين 3 بالكتير، هتلاقي نفسك ايه؟ اصل دول ما فيهمش حاجه يعني ان شاء الله. ماشي؟ اتش هيدروجين، اتش اي هيليوم، ليثيوم، بريليوم، بورون، مش عارف ايه. بالمره بقى ممكن تحفظ كمان الاتوميك نمبر. ليه؟ ما هم يا حبيبي 20، وكل واحد من اللي انا كاتبهم ورايا دول مترتب، يعني بيزيد عن اللي قبله ب1. فالاتوميك نمبر هنا 1، والاتوميك نمبر هنا 2، والاتوميك نمبر هنا 3 4 5 6 7 لحد كام؟ 20. فالحكايه ايه؟ لطيفه وظريفه جدا. طيب انا ممكن اساعدك، ودي حاجه هعملها كذا مره اثناء الشرح يعني في موضوع الحفظ عموما، ان احنا نلاقي طريقه لذيذه مصريه نحفظ بيها الامور اللي زي دي. بصوا لا بأس من بعض الفهلوه احيانا. هي دي مش مدرستي في الشرح، انا بحب افهم ما بحبش احفظ، وما بحبش الجو بتاع ايه ان انا احول العلم اللي هو شيء مقدس جدا وشيء محترم جدا لشيء تافه وان انا اقعد اطبل في الحصه، والجو ده مش طريقتي ومش بحبه. بس لا بأس من بعض الايه الفهلوه احيانا. فخلينا بسرعه كده نحفظ اول 20 إليمنت مع بعض. ايه ازاي؟ قصه ظريفه جدا مشهوره، واللي الفها طالب بالمناسبه عشان يحفظ بيها الايه ال 20 إليمنت دول. بيقول لك ايه القصه الظريفه جدا دي؟ واحد اسمه هشام، طالب ما اسمه هشام، مش اللي الفها اسمه هشام، هو اللي الفها بيشرح على واحد اسمه هشام. فهشام ده اصحابه كانوا بيقولوا له يا اتش، عادي جدا. طيب هي دي اللي هو في الانجليش عايده على اتش اللي هو هشام. تمام؟ فبيقول لك بقى اتش هي يعني هشام هو ده، هو بقى بيعمل ايه هشام ده؟ عايزين نوصف له حاجه معينه. لايب دي زي لايك كده بس ايه قلشت في الكي يعني. فلايب يعني يحب. بيحب ايه بقى؟ هشام ده بيحب بيسين اوف نينا، بيحب يعوم في البسين بتاع جدته. تمام كده؟ بعدين بقى ده نص القصه الاولاني. نص القصه الثاني حصل فين؟ في بورسعيد. ايه الحكايه؟ ايه الموضوع؟ لو حد فيكم راح بورسعيد لاي سبب من الاسباب، لان في سوق حر هناك، فالناس احيانا بتروح تشتري حاجات من هناك اللي هي بتبقى توكيلات بس باسعار مخفضه شويه. في تمثال في بورسعيد دي اسمه ديليسيبس. مين ديليسيبس ده؟ ده المهندس اللي فكر او صمم فكره قناه السويس زمان لما حبوا يحفروا قناه السويس ايام الملك، لو حد يعني مطلع في التاريخ وبتاع. فديليسيبس ده هنعتبر برضو ان له اخو ديليسيبس اسمه ايه؟ اسمه مجاليسيبس. اسمه ايه اخو ديليسيبس؟ مجاليسيبس. تمام كده؟ طيب رحنا بقى السوق الحره عشان نشتري جزمه من النوع اللي اسمه كلاركس، عارفينه طبعا، نوع كده ايه انجليزي محترم جدا وغالي جدا. ماشي؟ بس احنا اتخمينا، اتضحك علينا هناك. ليه؟ لان احنا مش من البلد فمش عارفين حاجه. فروحنا بورسعيد، بدل ما يبيعوا لنا جزمه مكتوب عليها كلاركس، باعوا لنا جزمه مكتوب عليها كلاركه. عارف انت زي اديداس واديدوس كده، لما تروح البيت تلاقي حرف مختلف وانت لبستها لانك فرحت جدا انها رخيصه، فقلت يا نهار ابيض جزمه اديداس ب 150 جنيه.
فخدتها وروحت لقيتها مش اديداس، لقيتها اديدوس او اديبوس او الحاجات دي. فيعني خلاصه القول انه ايه؟ هشام اتش هي لايب بسين اوف نينا ماجاليسيبس كلاركا. ماشي كده؟ فلما تحفظ اول 20 اليمنت عادي تحفظهم بالطريقه المحترمه اللي هي اتش هيدروجين، اتش اي هيليوم، ال اي ليثيوم زي البشر الطبيعيين في كل العالم، او تحفظها بالطريقه المصريه الاصيله اللي هي اللي انا بقولها دي. كلام مش مفهوم بس يوصلنا اللي احنا عايزينه. اتش هي لايب بسين اوف نينا ماجاليسيبس ايه كلارك. طبعا اولياء الامور في اللحظه دي لما بيسمعوا الطالب بيتفرج على الحصه دلوقتي او الطالب بيذاكر بعد الحصه بيبداوا يشكوا في قواه العقليه ويقولوا هو المدرس ده مين؟ بيعمل كده ليه؟ والولد بيحصل له ايه؟ لانه بيقول كلام مش مفهوم خالص. فيعني حابب اطمن اولياء الامور واقول لهم لا، الولد بخير وانا بخير الحمد لله، هو بس ايه بنحاول نذاكر مع بعض الكيمستري. طيب انا عايز اقول تاني اتش هي لايب بسين اوف نينا ماجاليسيبس كلاركا. لو حضرتك سمعتها بالمنظر ده بعدين كتبت 1 2 3 4 لحد 20 فانت كده ذاكرت اول 20 element سيمبل واتوميك نمبر. وبكرر الموضوع ده مهم جدا 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 جدا. طيب بعد ما ذاكرنا اول 20 element بالاتوميك نمبر بتاعهم وحالا هتعرف اهميه الكلام ده ايه. كده احنا عملنا السيمبل. تاني حاجه المولكيولار ستراكشر. انا بشرح ايه يا جماعه؟ معلش انا بشرح الاليمنت. ها السيمبلز جت منين؟ قلناها وحفظنا اول 20. المولكيولار ستراكشر يعني ايه؟ الموضوع ده خطير خطوره يا جماعه مش قادر اقول لكم. شابتر 1 و2 و3 و4 و5 والله ما بهزر ولا ببالغ ولا بحسسك باهميه الامور، هي مهمه فعلا. تمام؟ في حاجات ربنا خالقها مونو اتوميك وحاجات داي اتوميك وحاجات بولي اتوميك. هو ربنا خلق الحياه كده، فما تجيش انت بقى تفتي وتعدل على خلقه ربنا. بمعنى في حاجات خلقها ربنا ماشيه في الطبيعه فرداني، زي الفوسفورس في الحاله السوليد، زي السلفر في الحاله السوليد، زي الهيليوم، زي النيون، زي الصوديوم. يعني انت لو مسكت حته صوديوم هتلاقي فيها ايه؟ اتومات صوديوم فردانيه. السلفر اتومات سلفر فرداني بس. طيب في حاجات خلقها ربنا داي اتوميك، هم 7. هم 7 والسبعه دول انت مش متخيل انا هسالك عليهم كم مره. مش هقول لك اثناء السنه، اثناء الشهر اللي جاي بس. السبعه دول هسالك عليهم تقريبا 5 مرات اثناء الشهر الجاي بس. ماشي كده؟ فاذا دول بيحتلوا اهميه كبيره. ايه دول؟ دول حاجات خلقها ربنا بيمشوا اتنينات مع بعض، ما تلاقيش واحده فرداني لوحدها. مين هما؟ هيدروجين والنيتروجين والاكسجين وفلورين كلورين برومين ايودين. تحسها متلحنه جاهزه من غير ما نتدخل. فلورين كلورين برومين ايودين. طيب بنذاكرهم ازاي؟ والله اشهر 3 جزز خلقهم ربنا. هيدروجين كلنا عارفينه، اكسجين كلنا عارفينه، والنيتروجين كلنا عارفينه. بعدين الاربعه الاخوات اللي هم اخوات من ايام ثالثه اعدادي. انت بتسمع عن جروب 7A ده اللي هم اسمهم الهالوجينز دول من ثالثه اعدادي. ماشي كده؟ ففلورين كلورين برومين ايودين ما لاقيش حد فيكم بيكتب لي كده. ماشي؟ هزعل زعل جامد وانا زعلي وحش. ماشي؟ فلو سمحت ما تزعلنيش. تمام كده؟ فاذا دول داي اتوميك يعني موجودين في الحياه اتنينات مش فرداني. في حاجات بقى خلقها ربنا بولي اتوميك. يعني ايه بولي اتوميك؟ يعني اكتر بقى من اللي احنا بنقوله ده، زي الفوسفورس والسلفر. P4 يعني بيمشوا 4 مع بعض، وS8 يعني بيمشوا 8. تلاقي 8 ماشيين مأنجزين بعض كده في الحياه. فالواد يقول لك يا مستر ايه التخريف ده؟ انت مش لسه قايل ان الفوسفورس والسلفر دول بيمشوا فرداني؟ حبيبي انت رجع الفيديو بس دقيقتين كده هتلاقيني قلت في السوليد ستيت وهم في الحاله الصلبه. لكن واضح ان انا كاتب هنا ايه؟ فيبر ستيت يعني في الحاله البخاريه، فيبر يعني. تمام؟ فبص الموضوع سهل ازاي. هات شويه سلفر. السلفر ده بيبقى عامل زي البودره كده لونها اصفر. ماشي؟ لو بصيت جواها بالميكروسكوب الالكترونيك هتشوف اتومات سلفر فردانيه. لو سخنتها لدرجه ان هي تبقى فيبر هتلاقي كل 8 مسكوا في بعض وطاروا مع بعض طبعا. تمام كده؟ بس الموضوع بسيط قوي. الحاجات دي بتتحفظ. يعني الحاجات دي اولا هي مش فرقه المفاهيم، ثانيا مفيش حد هيقولها لك تاني. يعني انت مش هتلاقي المنهج بيشرحها في ثالثه ثانوي مثلا. لا لا لا، هي دي حاجات قديمه وتظل لازم الطالب يكون عارفها من نفسه. فعشان كده دوري انا النهارده ان انا اقولها لك واساعدك اني انبهك. شوف، مش سايبك لدماغك، انا بنبهك ان الكلام ده مهم ولازم يتذاكر.
طيب ايه تاني محتاجين نعرفه؟ احنا كده خلصنا السيمبل وخلصنا الموليكولار ستراكشر، مونو اتوميك وداي اتوميك وبولي اتوميك، دي الخلاصه يعني. تمام كده؟ هنحفظ دول وهنحفظ دول وهنحفظ دول. محتاجين نتكلم على الميتاليك بروبرتي. ايه الميتاليك بروبرتي دي؟ مين ميتال ومين مش ميتال، ودي قصه مهمه جدا 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 جدا. كل سلايد هقول نفس الجمله، في حاجات ميتال وفي حاجات نون ميتال وفي حاجات ميتالويد. ايه دول؟ دول اللي هم، ركز معايا، بيخش الرياكشن بيلوز الكترونز، هي صفته كده. يعني هو بيتعرف في الرياكشنات من كده انه بيلوز عشان يوصل لفين؟ للثمانية. حد فاكر موضوع الثمانية ده؟ لذيذ جدا موضوع الثمانية ده. ليه؟ اي اتوم خلقها ربنا نفسها توصل لحالة الاستابيليتي. طب وانت يا اتوم تعالي توصلي لحالة الاستابيليتي امتى؟ تقول لك لو انا الاوتر موست انرجي ليفل عندي فيه 8، احلى حالة في الدنيا، اجمل وضع في الحياة. الاتوم الاوتر موست بتاعها يبقى عنده 8 الكترونز في الاوتر موست. ركز كده، الاوتر موست انرجي ليفل، مش محتاج اترجم صح؟ الانرجي ليفل الاخراني او البراني يبقى فيه 8 الكترونز. فلما هي بتلوز تحول لكاتاين او بوزيتيف اين اللي هو زي الصوديوم والمغنيسيوم والالمنيوم. وهشرح الكلام ده بالتفصيل كمان دقايق في شكل ألذ يعني. النون ميتالز بقى لا طبعا العكس، هي بتتعرف منين في الرياكشنات؟ ان هي بتجين الكترونز عشان برضه توصل للاستابيليتي. ما هو تاني يا جماعه، كل الاتومز عايزه تبقى ستيبل. ويعني ايه ستيبل؟ يعني 8 الكترونز في الاوتر موست. اوصل لهم بقى ازاي؟ يا اما الوز وتحول لبوزيتيف اين او كاتاين زي الميتالز، يا اما جين وتحول لنيجاتيف اينز او اناينز زي النون ميتالز. طبعا الالفاظ دي كلها لازم تبقى دارجه على لسانك زي اسمك. ميتال نون ميتال، لوز الكترون جين الكترون، اناين كاتاين، بوزيتيف كاتاين، نيجاتيف اناين، كده الحاجات دي كلها لازم تكون دارجه في ذهن حضرتك. ماشي؟ طبعا الطلبه متوقعه الديفينيشن الثالث، يقول لك ايه؟ ده بيلوز عشان يوصل ل8 وده بيجين عشان يوصل ل8، يبقى اكيد ده اللي بيشير عشان يوصل ل8. غلط. اسمح لي يعني اقول لك في وسط الكلام كده غلط. ليه؟ حبيبي النون ميتالز بتشير برضو. فالميتالويدز دول ناس غريبه شويتين، هيفضلوا عندهم اختلاف من تانية ثانوي لحد ما الى ما شاء الله. يعني لو انت درست كيمستري تاني في الجامعه هتلاقي ان هم دايما مختلفين كده وسلوكهم غريب. طب لما حبيت اعمل لهم ديفينيشن اعمل ايه؟ قال لك هم عندهم الابييرنس بتاع الميتالز بس صفات النون ميتالز. يا ولاد الذين، دول اللي بوشين. عارف لما تقابل ناس في الحياه بوشين، يبقى بيضحك في وشك وجميل وبتاع، وبعدين من جواه مش طايقك وبيحقد عليك. معرفش سمعت ولا لا عن موضوع البنت اللي هي من اوائل ثانويه عامه في ستيم، نظام ستيم مش نظام ثانويه عامه بتاعنا، مش الناشونال يعني، وصاحبتها اللي غيرت الرغبات بتاعتها. مش عارف يعني سمعت القصه دي ولا لا، بس هو يعني خليني اقول كلمتين بس بره السياق بتاع الكيمستري. كل واحد يا جماعه لازم يربي نفسه بجد. يعني في هو القصه ايه لو اللي ما عرفهاش؟ يعني في بنت جابت مجموع كبير جدا وكانت هتخش طب، كتبت رغباتها على الويب سايت بتاع الستيم، اول رغبات طب وكل حاجه تمام، مجموع هيجيب وكله تمام. دخلت نامت، صاحبتها اللي معاها في نفس الاوضه، علشان مدارس ستيم دي يا جماعه بيباتوا في المدرسه، مش زيكم بيروحوا يروحوا كل يوم، لا المدرسه داخليه يعني بيباتوا ويعيشوا في المدرسه. تمام؟ فالمهم صاحبتها اللي معاها في نفس الاوضه سرقت الباسورد بتاعها ودخلت غيرت الرغبات وكتبت علوم وبعدين طب في الاخر لان هي مش عايزاها تخش طب. شايفين الحقد وصل لفين؟ هو طبعا البنت انهارت واعترفت لمامتها ومامتها لمت الموضوع والبنت حقها رجع الحمد لله. بس انتوا شايفين الحقد وصلها لفين؟ طب الحقد ده جاي منين؟ ان هي ما ربتش نفسها بنفسها انه ربنا اللي بيرزق، وان المجاميع دي بتاعت ربنا، واللي بيخش طب زي اللي بيخش تجاره كله ممكن ينجح وكله ممكن يفشل. يعني دخولي طب او دخولي تجاره ده مش نهايه المطاف، عادي جدا جدا ان انا افشل بعد كده، تمام؟ وعادي ان انا انجح برضو. يعني هو مش كل من دخلوا طب فشلوا ومش كل من دخلوا تجاره نجحوا. النجاح والفشل ده يا جماعه مختلف، ماشي كده؟ ومالوش قاعده ومالوش طريق ثابت، كل واحد بينجح في الطريق اللي هو ماشي فيه، تمام؟ يعني شفنا دكاتره ناجحين وشفنا دكاتره فاشلين، شفنا محاسبين ناجحين جدا وشفنا محاسبين فاشلين جدا. فالنجاح والفشل في الحياه مالوش دعوه بثانويه عامه بالتحديد. بس البنت يا عيني ملت قلبها بالحقد والغل من زميلتها اللي في نفس الاوضه اللي كانوا نايمين شاربين واكلين مع بعض يعني، وعملت الحركه الحقيره دي. فيعني يعني
بلاش الواحد يبقى عنده صفات داخليه وحشه. ما تبصش لغيرك، خليك في نفسك. خليك في نفسك تبقى احسن من امبارح، بس مش مطلوب منك اكتر من كده. تبقى احسن من نفسك امبارح، مش تبقى احسن من حد. تمام؟ طيب احنا ايه بقى اللي دخلنا في الحوار ده؟ الميتالويدز. تمام كده؟ فهي صاحبتها دي كانت ميتالويد. يعني ايه ميتالويد؟ يعني الابييرنس بتاع الميتالز شكلها من بره شبه الميتال جدا، شايني ومش عارف وجميله وبتاع، بس من جوه سواد بعيد عنك، نون ميتال. تمام؟ فدول ما بنقولش بقى بيشيروا ولا ما بيشيروش، هم بيشيروا بس مش ده الديفينيشن بتاعهم، هم الديفينيشن من صفاتهم. الحاجه بتتعرف من صفاتها. تمام كده؟ طيب فاذا يا جماعه عندنا ميتالز بتلوز، عندنا نون ميتالز بتجين، عندنا ميتالويدز شكلهم شكل الميتال وصفاتهم صفات النون ميتال. طيب من هنا العلماء طلعوا حاجه اسمها الفالنسي، ديفينيشن لموضوع خطير ومهم اسمه الفالنسي. ايه يا مستر الفالنسي ده؟ الفالنسي the number of electrons lost gained or shared by an atom in a chemical reaction to become stable. تاني الفالنسي the number of electrons lost gained or shared by an atom in a chemical reaction to become stable. يعني بنشوف انت بتلوزي كام؟ 1 2 3 يبقى الفالنسي بتاعك 1 او 2 او 3. انت بتجيني كام؟ 1 او 2 او 3 يبقى الفالنسي بتاعك 1 او 2 او 3. بتشيري بكام؟ وهكذا. تمام؟ طيب ركز عشان كمان شويه هقول معلومه هنا بتلخبط الطلبه جدا في موضوع الفالنسي ده. طيب خلينا نحكي حدوته ظريفه هتعجبك قوي. الاتوم اول ما بدات الحصه كلمتك عن انه الاتوم الكتريكالي نيوترال، صح؟ وقلت لك يعني ايه نيوترال؟ يعني number of positive protons equal number of negative electrons. خلي بالك انا خلاص بدات ابني سلالم، يعني بدات ابني على اللي انا قلته في اول الحصه النهارده، واللي جاي هبني على النهارده، واللي بعدها هبني على الاثنين دول وهكذا. فاللي انا قلته النهارده انه الاثنين قد بعض، بروتون والكترونز، فبالتالي الاتوم ايه؟ نيوترال. اللي بيحصل انه الاتوم دي احتمال تبقى ميتال. يعني ايه ميتال؟ يعني تخش الرياكشن تلوز كام بقى؟ اسمع، قال لك اقصى حاجه ممكن تلوزها 3، يعني ممكن تلوز 1 او 2 او 3 بس. فالميتالز بتتعرف ان هي بتلوز الكترونز تتحول لبوزيتيف اين او كاتاين. العكس بالظبط هي النون ميتالز بتجين الكترونز تحول الى نيجاتيف اين او ايه؟ او اناين. فلو افترضنا ان انا عندي اكزامبل لاتوم اسمها ايه ودي ميتال، فهتلوز الكترون تحول لايه بوزيتيف، او هتلوز 2 الكترون تحول لايه 2 بوزيتيف، او 3 الكترونز تحول لايه 3 بوزيتيف. اما لو عندي اتوم اسمها بي وخلاص عرفنا ان هي نون ميتال، فيا اما هتجين الكترون تبقى بي نيجاتيف، يا اما هتجين 2 الكترونز تبقى بي 2 نيجاتيف، يا اما هتجين 3 الكترونز تبقى بي نيجاتيف 3 نيجاتيف. اذا الخلاصه ان انا عندي اتوم يا تلوز 1 او 2 او 3، اتوم تجين 1 او 2 او 3. فبداوا يطلعوا اكسبريشنز للتسهيل، بدل ما اقعد اقول ايه بوزيتيف 2 ولا 2 لا قال لك ايه بقى؟ هنطلع اكسبريشن اسمه مونوفالنت او داي فالنت او تراي فالنت. شوف دمج لك كلمه فالنسي في مونو او داي او تراي عشان انت تبقى لما تقراها او لما تقولها تبقى عارف انت بتقول ايه. خدتوا بالكم الانيميشن اللي حصل؟ خلوا بالكم يا جماعه الانيميشن في الحصص متعوب عليه جامد جدا جدا. يعني انا ما بحبش فكره ان انا اجيب البوكلت كبي دي اف واقعد اشرح عليها، دي بحس انها ممله شويه، فكان بحب يبقى في اكتيفيتي كده جوه الحصه. بص اللي حصل ايه، ركز كده. لما قلت الفالنسي وجبت مونو فالنت، اما حرف الاي ده كبر عشان هي دي اللي مونو فالنت. لا مش بس حرف الاي، حرف البي ده كمان كبر. شوف ازاي؟ ليه؟ لان ده مونو فالنت وده برضه مونو فالنت. ما هو يا جماعه مونو يعني واحد، مش مقصود بيها بوزيتيف ولا نيجاتيف، هو واحد والسلام. هو بيلوز 1 او بيجين 1، في الحالتين اسمه مونو فالنت. تمام؟ بص بقى ركز في الانيميشن بقى، ما انت فهمت اللعبه. داي فالنت هتلاقي دي كبرت ودي كبرت، يعني اي حاجه بتلوز او بتجين 2 يبقى داي فالنت. تراي فالنت تلاتات بقى تلوز او بتجين ايه 3. ماشي كده؟ طيب كده انا علمتك او فهمتك موضوع الفالنسي وموضوع الميتال والنون ميتال. طيب ايه الصفات الخارجيه بقى؟ يعني موضوع الالكترونز ده جواني شويه، ان الاوتر موست يبقى فيه 1 او 2 او 3 فيلوز، او 5 او 6 او 7 فيجين، ده جوه. لكن ايه اللي متشاف من بره؟ ركز عشان الكلام ده مهم قوي. الميتالز دايما بتبقى شايني يعني بتبرق غالبا. ماليبل يعني ايه بقى؟ يعني لما تخبط عليها بالشاكوش كده ممكن ايه؟ تتبطط. عارفين الموضوع تتبطط ده؟ هو اي ميتال، هات اي ميتال في حياتك وابدا دق عليه بالشاكوش هتلاقيه ايه؟ بدا يبقى شيتس كده او متبطط يعني. طيب بيكوندكت الهيت والالكتريسيتي طبعا. سوليد ان روم تمبشر، يعني الميتالز لو انت سبتها من غير ما تيجي جنبها دايما ايه؟ سوليد. طبعا باستثناء
اشهر ميتال انت عارفه من اعدادي هو في الروم تمبتشر ومش سوليد، هو ليكويد. مين هو؟ الايه؟ الميركوري. فاذا انت المفروض يعني لما تشوف اي ميتال من غير ما المدرس يتكلم انت عارف ان هو سوليد وبيكوندكت الكتريستي وهيت، ما عدا مين؟ الميركوري ده ليكويد. طيب النون ميتالز شكلها ايه بقى من بره؟ ضل، لا مش بتلمع بقى، لا مطفيه كده ومقرفه. بريتل. بريتل يعني ايه؟ يعني لو جبت نفس الشاكوش ده ودقيت عليها مش هتتبطط، هتتفتفت. عارف فكره ايه بالظبط؟ عجينه البيتزا والبسكوت. هات عجينه بيتزا اعمل عليها كده بالبتاعه دي، تمام، هتلاقيها اتبططت، ده كده ميتال. اما البسكوت لو جبت نفس البتاع وعملت كده هيبقى ايه؟ هيتفتفت. هو ده بالظبط كلمه بريتل. طيب طبعا النون ميتالز مش بتوصل الكهرباء ولا الحراره، دو نوت كوندكت ايه؟ الكتريستي اور هيت. النون ميتالز معظمها ليكويد او جاز، وفي حاجات قليله منها بتبقى سوليد، ماشي كده، بس الاغلب فيها بتبقى ليكويد او ايه؟ او جاز. في سوليد زي السلفر مثلا، السلفر ده سوليد، تمام كده. الفوسفورس سوليد، ولكن في حاجات تانية زي مثلا البرومين ده ليكويد، الكلورين ده جاز، الفلورين ده جاز، وهكذا. طيب الميتالويدز بقى، بص بقى، هي شايني، يعني من بره بتلمع زي مين؟ زي الميتالز. تيجي تدق عليها تتكسر زي الايه؟ زي النون ميتالز. وشين قلت لك بوشين. انترميديت رينج اوف ايه؟ اوف الكتريستي اند هيت، بتوصل بس نص نص بقى. هي مش شاطره زي الميتالز توصيل الكهرباء، ولا هي معدومه زي النون ميتالز. هي ايه؟ هي في النص، وهي سوليد، شكلها من بره سوليد. سبحان الله، شبه مين برضو؟ شبه ايه؟ الميتالز. فهي شكلها شكل الميتالز، اما من جوه فهي شكل النون ميتالز. طيب معلومه شائعه وان كانت مش دقيقه، ان الميتالز موجودين في جروبس 1A و2A و3A في البيريودك تيبل. فاكر التيبل اللي انا وريته لك من شويه؟ هو الميتالز بعرفهم منين؟ ان عندها 1 او 2 او 3 الكترونز في الاوتر موست بتلوز، وموجودين في 1 2 3 جروبس A. اما النون ميتالز فعندهم في الاوتر موست 5 6 7 الكترونز، وبيجينوا عدد من الالكترونز، فبالتالي بيقال ان هم موجودين في جروبس 5 و6 و7A. ليه المعلومه دي مش دقيقه؟ عشان المنظر اللي انت ذاكرته في ثانيه ثانوي ده. ايه الموضوع ده؟ الموضوع ان انا جبت لك 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A جنب بعض، ماشي؟ طيب ايه اللي حصل؟ انه ماشي دول ميتالز ودول ميتالز، بس 3A ده مش كله ميتالز. هو بادئ هنا بميتالويد، ماشي كده، بادئ بمين؟ بميتالويد، واللي وراه دول ميتالز، ماشي تمام. اللي جنبه ده 4A ده بقى غريب جدا، في نون ميتال فوق، بعدين ميتالويد تحتيه، وبعدين تحت ميتالز تاني، بعدين هنا نون ميتال وميتالويد، بعدين هنا نون ميتال وميتالويد، واخد بالك؟ فاذا الحكايه مش ابيض واسود زي ما احنا كنا فاهمين. يعني 3A ده مش ميتال كله، لا، تمام كده. 3A ده زي ما حضرتك شايف كده بادئ اصلا بايه؟ بميتالويد اللي هو نص نص. حتى 6A مثلا مش كله نون ميتالز، لا ده اخره هنا في مين؟ في ميتالويد، ماشي. فاذا محتاج من حضرتك تبقى فاهم القصه دي، ان التيبل ده مش كله ماشي خط واحد، يعني ابقى هنا ميتال اعمل كده ابقى نون ميتال، لا ما بنعملش كده، تمام، بنمشي بالتدريج. طيب مهم جدا تحفظ الميتالويدز. بصوا الميتالويدز فيهم ميزه ان هم عددهم قليل جدا ومفيش غيرهم. الميتالويدز فيهم ميزه عددهم قليل ومفيش غيرهم، فحضرتك لازم تكون عارفهم ضروري، ماشي كده. طيب فمين هم اللي بالاصفر دول؟ حتى بيسموهم الميتالويدز ستيرز، سلم الميتالويدز. بص انا هقولهم لك بسرعه كده: بورون وسيليكون وجرمانيوم وارازينيك وانتيموني وتيليريوم واستاتين. هقولهم تاني: بورون وسيليكون وجرمانيوم وارازينيك وانتيموني وتيليريوم واستاتين. يعني برضو فيهم حاجات سهله محفوظه جدا، فيهم حاجات هتبقى رخمه محتاجه تتذاكر، بس لازم تكون عارفهم وهتعرف معايا ليه اثناء السنه، تمام كده. فالبورون سهل والسيليكون سهل، الجرمانيوم مش كل الناس تبقى عارفاه، الارازينيك المفروض من السنه اللي فاتت تكون عارفه، شباب بقى اللي كانت معانا في ثانيه ثانوي ومتاسسه حلو وبتاع. الانتيموني برضو المفروض تكون عارفه من السنه اللي فاتت، والتيليريوم والاستاتين دول جداد على فكره نفس دول حفظناهم السنه اللي فاتت لو انت فاكر، ويا رب تكون فاكر. طيب الموضوع بقى اللي هقفل بيه الميتال والنون ميتال هو الاتوميك ايه؟ الاتوميك راديوس. كان بيقول لك ايه برضو في ثانيه ثانوي لو حضرتك متذكر، انا بحب كده ايه ساعات ادي الطالب كلمتين في جنابه، انا بفكرك وكل حاجه وبراجع لك وبشرح وكل حاجه بضمير، بس برضو ايه اللي مذاكر احب اديله برضو ايه كريدت، يعني انت مذاكر شاطر برافو عليك وفاكر هايل، واللي ما كانش بيذاكر كده اقول له ايه يا ولا ليه ما كنتش بتذاكر، يلا. المهم فبيقول لك ايه الاتوميك راديوس بقى؟ لو انت في اقصى شمال التيبل فانت اكبر اتوميك راديوس، وانت ماشي ناحيه اليمين الاتوميك راديوس بيصغر. يعني
يعني حضرتك لو احنا مسكنا البيريد دي هلاقي الليثيوم فيها اكبر واحد، اصغر 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 واحد. البيريد دي الصوديوم فيها اكبر واحد، اصغر 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 لحد الكلورين اصغر واحد في البيريد. ها يعني الكلورين اصغر واحد هنا بس في البيريد دي. طيب فاذا الريديوس وانت ماشي من الشمال لليمين بيقل، فبيتميز الميتالز بلارج اتوميك ريديوس وبتتميز النون ميتالز بسمول اتوميك ريديوس. وهنحتاج الحكايه دي جدا لما نيجي نراجع على الايونايزيشن انرجي كمان حبه. ماشي؟ طيب المهم يا سيدي كده يبقى خلصنا السيمبل والموليكولار ستراكشر والميتاليك بروبرتي. قسمنا الميتاليك بروبرتي لحاجات ميتالز بتلوز الكترونز، حاجات نون ميتال بتجين الكترونز، حاجات ميتالويد شكلها شكل الميتال وصفاتها صفات ايه؟ النون ميتالز. ويبقى كده احنا خلصنا الميتاليك بروبرتي. مستر معلش بس انا في حاجه مش مصدقها، يعني هو احنا كل ده في الاليمنت؟ يعني احنا كل ده في اول سلايد بنشرح فيها. انت لو فاكر يعني هي اول سلايد كانت بتقول ان في حاجه اسمها موليكيول اوف اليمنت وموليكيول اوف كومباوند، تمام كده؟ احنا مسكنا الاليمنت وبنشرحه، ده لسه الكومباوند. ما هو تاني يا جماعه معلش، هي الحكايه كده يعني، معلش مش عايز اضحك عليك، انا ما بحبش الطريقه دي ان انا اجمل الحقائق يعني، تمام؟ الحقيقه بتقول ايه؟ ان احنا بنراجع على دراسه 5 سنين فاتوا من اولى اعدادي لثانيه ثانوي، ماشي؟ بس سلكت حاجات منهم، فمنطقي ان الحاجات دي تكون كتيره، ومنطقي ان الحاجات دي تكون اساسيات انا محتاجها، ماشي؟ اللي منكم فاكر الكلام ده اهو بيراجع وبيفتكر اكتر، اللي منكم ما يعرفوش يهمني يعرف، تمام؟ عشان ما اظلمش حد، تمام؟ لما احنا بادئين سبق اللي هو ثانويه عامه ده، ما بحبش طالب عندي يبقى بادئ متاخر عن زمايله ب 100 متر، صح ولا ايه؟ يعني يبقى كلنا واقفين على الستارت بوينت، وواحد يعني جاي من ورا مش لاحق، ما انا بلحقك اهو، تمام؟ فما تقوليش الحصه كبيره وفيها تفاصيل كتير ومعلش ما تقوليش كده ليه؟ ده لمصلحتك انت، تمام؟ يعني انا على احب ما على قلبي ان انا ابدا المنهج، يعني ان انا اول ما اقف اشرح، ما هو الشرح ده مجهود برضو صح، والتحضير ده مجهود صح، اول ما اشرح منهج، مش كده ولا ايه؟ بس خلاص احنا اللعبه فهمناها، الطالب طالع محتاج يعرف ويتاسس، فهو ده اللي انا بعمله. فلازم تركز وتستثمر اللي انا بعمله ده صح. طيب فالمهم يا سيدي خلصنا السيمبل والموليكولار ستراكشر، ما تقلقش الحكايه هتجري ان شاء الله بسرعه لو انت ركزت يعني. ميتاليك بروبرتي نتكلم عن موضوع الاينز، وهو احنا بالفعل اتكلمنا عنه بس على خفيف، محتاج اتكلم عنه بدبث اكتر واكتر واكتر. ايه الحوار يا شباب؟ تاني لسه قايل من شويه، الاستابيليتي. اي اتوم في الدنيا نفسها تبقى ستيبل ازاي لو الاوتر موست انرجي ليفل بتاعها فيه كام الكترون؟ 8 الكترونز، احلى حاله في العالم، تمام؟ فمثلا الصوديوم نوزعها بطريقه ايه؟ اولى اعدادي، تمام كده؟ صوديوم اتوم 11 نعمل ايه؟ 2 8 1. فيكم حد ما يعرفش الموضوع ده؟ لا ان شاء الله تعرفوا. طيب ايه الحل يا جماعه عشان انا ابقى ستيبل كصوديوم؟ الوز مين؟ ال1 ده اخسره، فلما اخسره يبقى عندي في الاوتر موست كام؟ 8. فبالفعل يا جماعه الصوديوم بقى عندها ايه؟ 8 الكترونز في الاوتر موست. خلي بالك من شويه تفاصيل في غايه الخطوره والاهميه، ما تسرحش. هو دلوقتي في الحاله دي كان في كام بروتون؟ بوزيتيف 11، وكام الكترون نيجاتيف 11، تمام كده؟ فقد بعض فالنيوترال، فانا قلت عليها ايه؟ صوديوم اتوم، صح؟ انا محتاج القلم ضروري، ماشي؟ فانا قلت عليها ايه؟ صوديوم اتوم. اوعى بقى تقول لي على دي صوديوم اتوم، هزعل زعل جامد وانا زعلي وحش. هنا دي بقى ايه؟ خسرت. كمل الجمله للاخر، لوز الكترون. يعني لو سالتك عن عدد البروتونز هتقول لي كام؟ 11. امال عدد الالكترونز كام؟ هم دول بقى اللي 10. فاذا نقول عليها صوديوم اتوم؟ لا ما نقدرش نقول، لان تعريف كلمه اتوم ان الحاجه نيوترال والبوزيتيف قد النيجاتيف، فبناء عليه نقول عليها صوديوم اين، او في مقوله اخرى صوديوم كاتاين. انا حطيت كلمه كاتاين عشان اعرف او اكد لك ان هي حاجه بوزيتيف، ان هي حاجه ايه؟ بوزيتيف. اتفقنا؟ طيب وبالتعريف بقى هي مونو فيرنت ليه؟ لان هي بتلوز 1. طيب بسرعه بقى نعمل الباقيين دول بسرعه، تمام؟ المغنيسيوم 12 282 هيلوز 2 يتحول لام جي 2 بوزيتيف اللي هو مغنيسيوم اين او كاتاين. انا هجري في الحته دي ليه؟ لان خلاص انا اسست الكلام. طيب دي بقى داي فيلنت ليه؟ لان هي بتلوز 2. داي فيلنت لان هي بتلوز 2. طيب اللي بعده الالومنيوم 13 يبقى 283 هيعمل ايه عشان يبقى ستيبل؟ هيلوز 3 فيبقى ايه؟ ال 3 بوزيتيف. ليه هيبقى ايه ال 3 بوزيتيف؟ لانه خسر 3 الكترونز والبروتونز لسه زي ما هم 13، فتبقى ايه؟ ال 3 بوزيتيف، ويبقى اسمه الومنيوم اين او كاتاين، وده تراي فيلنت. ماشي كده؟ طيب فاذا يا جماعه دول كلهم
الميتالز. ده سلوك الميتالز عموما. بتعرفوا منين؟ عندها اصلا في الاوتر موست 1 او 2 او 3 الكترونز بتلوز عشان تبقى ستيبل، اللي هو بكام؟ ب8. ماشي. العكس بقى بسرعه جدا في النون ميتالز. نبدا بالفلورين، عنده 9 يبقى 2 7، عشان يبقى عنده 8 اكيد مش هيلوز 7، صح كده ولا ايه؟ فهيجين 1 الكترون وعلى طول يتحول الى اف اي نيجاتيف 1. تاني، ما هو هنا كان عنده 9 بروتون بوزيتيف و9 الكترونز نيجاتيف، فكانوا قد بعض نيوترال. هنا عنده 9 بروتون بوزيتيف بس عنده ايه؟ 10 الكترون نيجاتيف، فيظهر على طول عليه نيجاتيف تشارج، فيقولوا عليه بقى ايه؟ مش فلورين اتوم ولا فلورين اين، هو اسمه فلورايد اين. ودي النون ميتالز عموما، النون ميتالز عموما لما بتجين اسمها بيتغير. هو كان اسمه فلورين يبقى اسمه فلورايد، مش زي فوق كان صوديوم اتوم يبقى صوديوم اين، اسمه هو، لكن في النون ميتالز اسمها بيتحول. طيب وده اناين، واكيد ده مونوفيلنت. ليه مونوفيلنت؟ لانه بيجين 1. طيب اللي بعده بسرعه، الاكسجين 8، فهوزعه 2 6، هيجين 2 الكترونز يتحول ل O نيجاتيف 2. نفس اللعبه، الالكترون زادت ب2 فيظهر عليها 2 نيجاتيف. نسميه ايه بقى؟ مش اكسجين اين، لا اسمها اوكسايد اين. خد بالك من الاي دي هنتكلم عنها كمان شويه برضو. فاذا اكسجين اوكسايد، فلورين فلورايد، وده اناين وداي فيلنت طبعا. اخيرا النيتروجين عنده 7 الكترونز يبقى 2 5، هيجين 3 يتحول ل N 3 نيجاتيف واسمه نيترايد اين. نيتروجين تبقى نيترايد اين، وده اناين وده تراي فيلنت. يبقى سلوك النون ميتالز، او انت بتعرف منين النون ميتالز كطالب؟ عنده 5 او 6 او 7 في الاوتر موست، فبيجين الكترونز عشان يتحول الى حاجه ستيبل، وعندها 8 في الاوتر موست لما يجين طبعا. ماشي كده؟ جميل قوي. فاذا ده كده الايه؟ الميتال والنون ميتال. نكونكلود الموضوع بسرعه. تمام؟ ده اول 7 جروبس او 8، 1A 2A 3A 4A، صح؟ انت عارف ال 1A فوق دي وال 2A دول بتوع ايه ولا مش عارف؟ يا رب تكون عارف بقى. ركز معلش معايا برضو في التفصيله دي عشان احبك تكون متاسس. لما جم يسموا، رقموا الجروبس على حسب الفالنسي الكترونز. على حسب ايه؟ الفالنسي الكترونز. فهنا 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A، وده ما اسموش 8A طبعا، انتوا عارفين ده اسمه جروب 0 عشان هو حاجه منفصله كده، ولا بيلوز ولا بيجين ولا بيشير. تمام؟ فيعني سيبكم من النوبل جازز دلوقتي. فتاني تاني ال الارقام اللي فوق دي على حسب الفالنسي الكترونز. ماشي؟ فبناء عليه الفالنسي بقى 1 او 2 او 3 او 4 او 3 او 2 او 1 او 0 طبعا. فالواد يقول لك بص يا مستر، هو في حاجه غلط في اللي انت قلتها، انا مش قافشها، بس انا مش عارف. يعني انا رجعت الفيديو كذا مره، حسيتك بتقول نفس الكلمه مرتين وفي حاجه غلط. معلش يا مستر ممكن تشرح الحته دي تاني؟ حاضر. بص يا سيدي، الجروب ده الفالنسي الكترونز فيها 1 فالفالنسي 1. الجروب ده الفالنسي الكترونز فيها 2 فالفالنسي 2. الجروب ده الفالنسي الكترونز فيها 3 فالفالنسي 3. الجروب ده الفالنسي الكترونز 4 فالفالنسي 4. الجروب ده الفالنس الكترونز 5 فالفالنسي 3. الجروب ده الفالنس الكترونز 6 فالفالنسي 2. الجروب ده الفالنسي الكترونز 7 فالفالنسي 1. يا مستر برضو انت في حاجه غلط بتقولها، في حاجه غلط. انت بتقول نفس الكلمه ومره بتقول عليها 1 ومره بتقول عليها 3 ومره في لخبطه في الموضوع. هنا بقى اللي انا قلته من شويه هتكلم عنه، وده بيعمل لخبطه كتير عند الطلبه وللاسف احيانا عند بعض المدرسين كمان. ايه الموضوع يا جماعه؟ في حاجتين مش هما في حاجه اسمها فالنسي الكترونز وفي حاجه اسمها فالنسي بس. دول حاجتين غير بعض. تصدق هي صدفه ان هما احيانا بيكونوا ايكوال، بس دي صدفه. بمعنى لما اقول لحضرتك فالنسي الكترونز، ركز لو سمحت ركز. لما اقول لحضرتك فالنسي الكترونز معناها ايه الكلمه دي؟ معناها عدد الالكترونز اللي في الاوتر موست انرجي ليفل. نقطه. تاني، الفالنسي الكترونز هي عدد الالكترونز اللي فين؟ اللي في الاوتر موست انرجي ليفل. نقطه. امال ايه الفالنسي؟ ده عملنا له ديفينيشن من شويه، هو نمبر اوف الكترونز لوست اور جيند اور شيرد باي ان اتوم تو بيكام ستيبل. يبقى اذا ركز بقى كده، كل دول لو وزعناهم
هنلاقي عندهم كام فالنسي الكترون في الاوتر موست؟ هنلاقي 1. فبناء عليه يلوزوا 1، فبالصدفه الفالنسي تبقى 1. ركز معايا هجيبها لك في الاخر، هتفهمها في الاخر. كل دول الفالنسي الكترونز عندهم 2، يعني لو وزعتهم هتلاقي الاوتر موست فيه 2، فبناء عليه يخسروا 2، فتبقى الفالنسي زيها 2. كل دول عندهم في الفالنسي الكترونز 3، فبالصدفه يلوزوا 3، فتبقى الفالنسي 3. دول عندهم في الاوتر موست 4، يعني الفالنسي الكترونز 4، فيشيروا ب4، فيبقى الفالنسي ب4. دول بقى الفالنسي الكترونز لو وزعتها هتلاقي عندهم 5 في الاوتر موست، الفالنسي الكترونز ب5، فيبقى الفالنسي بكام؟ هيجين 3 يا مستر. ايوه يبقى الفالنسي ب3. يا مستر ده انا كنت فاهم غير كده خالص، ده انا كنت فاهم ان الكلمتين عادي، اقول فالنسي الكترونز اقول فالنسي، ما هي لا مش هي. لو قلت الفالنسي الكترونز، يعني انا قلت لك قول لي الفالنسي الكترونز، توزع الماده وتشوف الاوتر موست فيها كام وتقول لي اهو 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 او 7 او 8. لكن لو قلت لك الفالنسي بكام هتشوف هي هتلوز ولا هتجين كام وتقول لي اهو. وده ما ينفعش يبقى غير يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 بس. مفيش فالنسي ب 9 مثلا، مفيش فالنسي ب 6، مفيش فالنسي ب 7. لكن في فالنسي الكترونز 7 صح؟ ماشي. يعني مثلا هنا لو وزعت دول هتلاقيهم في الاوتر موست عندهم كام الكترون؟ 7، يبقى الفالنسي الكترونز بكام؟ ب 7. لكن الفالنسي بكام؟ ب 1، لانه هيجين 1 لما يخش رياكشن هيجين 1، فيبقى هنا حكمنا انه فالنسي ايكوال 1. ده وده اسمهم مونوفالنت، ده وده اسمهم داي فالنت، ده وده اسمهم تراي فالنت، سوري هنا، وده اسمه تترا فالنت. تترا فالنت. العلم حلو، لما تتعلم وتفهم تتبسط، لما تتعلم وتفهم تتبسط ان شاء الله. فتاني بقى اللي انا كنت بقوله اصلا، ارقام الجروبس 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A دول بقى تفتكر هم عباره عن الفالنسي ولا الفالنسي الكترونز؟ برافو عليك، الفالنسي الكترونز. يبقى انا مش لازم اوزع اصلا. لو مدرس سالني انا مش لازم اوزع، انا هشوف هو في جروب كام. انت يا ابني انت، نعم يا مستر، هو الفالنسي بتاع الاكسجين بكام؟ الفالنسي بتاع الاكسجين بكام؟ والله يا مستر الفالنسي ده هي بتلوز كام او بتجين كام؟ طيب هي في جروب 6A، يعني الفالنسي الكترونز عندها 6، عشان توصل ل8 تعمل ايه؟ تجين 2، يبقى الفالنسي ب2. هي عندها 6 في الاوتر موست لان هي في جروب 6A. ها بس خلاص. الفلورين في جروب 7A، يبقى الفالنسي الكترونز عددهم 7، يبقى الفالنسي بتاعها ب1 لان هي بتجين 1. متعة الكيمستري انك تقدر توفر حفظ على نفسك جدا 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 جدا. اعرف مكان الاليمنت، تعرف عنه كل حاجة. اتمنى تكون فهمت انا بقول ايه، واتمنى تستخدم التول دي وانت بتحل في الفترة اللي جاية اللي هي السنة كلها ان شاء الله. طيب كده انا خلصت معاكم السيمبل والمولكيولار ستراكشر اللي هي قسمناها مونو اتوميك ودا اتوميك وبولي اتوميك. لو انت فاكر في حاجات بتمشي فرداني وحاجات اتنات وحاجات كتير. الميتاليك اللي هي ميتال ونون ميتال وميتالويد، والاينز اللي اتكلمنا عنها دلوقتي الكاتاينز والاناينز. قلنا ايه؟ قلنا في حاجات مونو فالنت وحاجات داي فالنت وحاجات ايه؟ تراي فالنت، حسب بيلوز او بيجين 1 او 2 او 3 صح؟ طيب تنبيه هام، اوعى تتلخبط وانت بتتكلم او بتقرا ما بين دول ودول. اوعى. عدد كبير جدا من الطلبه بعد الحصه دي هو طبعا شايف نفسه جامد، شايف ان المدرس بيشرح معلومات تافهه، تمام؟ هستنى عليه حصه او 2 واسمع بقى احلى عك. اقول له ده هو راح فين؟ المثال باظ. اقول له ده الموليكيول ده نوعه ايه؟ يقول لي مونوفالنت. حبيبي الموليكيول ده اسمه داي اتوميك، ماشي كده؟ لكن الفلورين اتوم مونوفالنت لان هي بتجين 1، ماشي كده؟ فلو سمحت بعد اذنك تركز انا بقول ايه وتفهم كويس، ولو مش فاهم اسالني في اللايف علشان تبقى متاسس صح، ولما اجي اتكلم معاك اسمع واحد كيميائي محترف
مش واحد اي كلام كده وبياخد الامور من على الوش. اخر موضوع في موضوع الاليمنت هو الاتوميك جروبس، ودي حاجه باينه من اسمها مش محتاجه اشرحها. هي جروب اوف اتومز attached to each other، هم ماسكين في بعض وعندهم common valency and behave as a one atom. هم عاملين نفسهم حاجه واحده، فاهم الطريقه دي؟ هم كذا حاجه بس ماشيين شله مع بعض، مفيش حاجه بتفرقهم عن بعض ابدا. تمام كده؟ هم حاجه واحده. فمثلا في منهم طبعا كاتاين واناين، ماشي؟ في منهم مونوفيلنت دايفيلنت ترايفيلنت، هقول لهم تفتكرهم على طول. زي ده مثلا امونيوم اين، تمام كده؟ ده يا جماعه على بعضه ده مش حاجه واحده، يعني دي مش ان ولا اتش، لا دي ان اتش 4، وعلى بعضها، وركز في اللي بقوله ده، على بعضها كلها كده عليها بوزيتيف 1 من فوق. فعشان كده بقول ايه؟ جروب اوف اتومز، هم كذا حاجه، ماشي؟ attached to each other، ماسكين في بعض وعندهم common valence. يعني لما اسالك على الفالنس هنا تقول لي مونوفالنت، كلهم على بعض عليهم بوزيتيف 1 وبيهيف از ايه؟ از 1 اتوم ان ذا رياكشن. طبعا لما اسالك هتقول لي ده كاتاين ومونوفالنت. ليه كاتاين؟ عشان بوزيتيف. وليه مونوفالنت؟ عشان 1. صح؟ طيب هو انا لو شلت كلمه كاتاين دي انت هتفهمني؟ يعني لو قلت مونوفالنت بس، لا يا مستر مش هفهمك، لان كلمه مونوفالنت وبس معناها 1. 1 ده بوزيتيف ولا نيجاتيف مش عارفين. ففي الحاله دي لما اجي اسالك لازم تقول لي الكلمتين مع بعض، كاتاين مونوفالنت. فانا كده فهمت ان هو عليه بوزيتيف 1. بص عكس دي مثلا، بص دي هيدروكسيد اين او اتش نيجاتيف، ماشي؟ لما اجي اسالك هتقول لي ايه؟ هل هتقول لي مونوفالنت برضو؟ ما دي كده يبقى دي زي دي، هم نفس الحاجه؟ مش نفس الحاجه. فاذا لازم تقول لي ايه؟ اناين مونوفالنت. اناين ايه؟ مونوفالنت. يا رب تكون فهمني. السلفيت طبعا من اشهر الحاجات، SO4 2 نيجاتيف، ودي بقى هتبقى ايه؟ اناين بس داي فالنت. اناين بس ايه؟ داي فالنت. جميل جدا جدا جدا. نجمع كده الكاتاينز في سلايد واحده عشان دي اللي انتوا هتحفظوها. ايوه معلش برضو، ما هو تاني انا بعلمك الاساسيات والف ب كيمستري. ال20 اليمنت الاولانيين كانوا الف ب كيمستري، ده الف ب كيمستري، لسه ما دخلتش في الكلمات، انا لسه بعلم حروف، ماشي كده؟ طيب فالكاتاين بيجي منين؟ معلش يا جماعه، يعني ايه كاتاين؟ يعني ايه الكلمه دي؟ يعني حاجه بوزيتيف، ماشي؟ ما اعرفش بوزيتيف كام بس هي حاجه بوزيتيف، ماشي؟ طيب الكاتاين ده احتمال يكون اصله ميتال اين، ففي حاجات مونوفالنت وفي حاجات داي فالنت وفي حاجات تراي فالنت، تمام كده؟ طيب الكاتاينز احتمال تبقى اتوميك جروبس زي الامونيوم، مفيش غيرها، يعني ما عندناش اكزامبل في المنهج غير دي، تمام؟ وطبعا دي كنا درسناها السنه اللي فاتت واخدنا جت منين؟ الامونيوم اين دي NH4 بوزيتيف كانت عباره عن امونيا NH3 ومسكت في بروتون اللي هو اتش بوزيتيف، عملت كوردينيت بوند لو انت فاكر، وعملت الاخ ده. ما علينا من القصه دي. معلش هسالك سؤال وخد نفسك كده وفكر، هو الخط ده بيفرق بين مين ومين؟ يعني جاوب عليا، حاول تفكر وترد. هم دول غير دول في حاجه، ايه الحاجه بقى اللي انا بسال عليها؟ دول كلهم يا جماعه كانوا اتوم اصلا وخسروا عدد من الالكترونز بقوا كاتاين، لكن دي جروب اوف اتومز، دي مش اتوم واحده، فدي غير دي. هم كلهم كاتاينز بس دول اصلهم ميتال ودول جروب اوف اتومز. طيب هتوضح اكتر في اللي جايه دي. مثلا بص يا سيدي الاناينز بقى، هو يعني ايه اناين؟ يعني حاجه نيجاتيف. دايما انا ايه؟ ماشي، حاجه نيجاتيف. ففي مونوفالنت زي دول، في داي فالنت زي دول، في تراي فالنت زي دول. اما بقى الاناينز اللي جايه من اتوميك جروبس، في مونوفالنت زي دول، في داي فالنت زي دول، وفي تراي فالنت زي دول. تاني الخط ده بيفرق بين ايه وايه؟ دول نيجاتيف ودول نيجاتيف. دول نيجاتيف بس اصلهم اتوم وعملت جين لعدد من الالكترونز، اما دول فهم جروب اوف اتومز وعملوا جين وعليهم نيجاتيف برضو. تمام كده؟ طيب قرايه سريعه، قرايه سريعه.
تمام كده. الحاجات دي موجوده عندك في البوكلت عادي، فانت مش محتاج تكتبها، ماشي كده. عايز تصورها سكرين شوت ماشي يعني، بس هي موجوده. ليثيوم اين، صوديوم اين، بوتاسيوم اين، سيلفر اين، كوبر 1 اين، وهيدروجين اين. طيب الحاجات الدايفيلنت: مغنيسيوم اين، زنك اين، كالسيوم اين، ليد اين، باريوم اين، ايرون 2 اين، كوبر 2 اين. الترايفيلنت: الومنيوم اين وايرون 3 اين. طبعا خدت بالك من حاجه، ان اسم الميتال ما اتغيرش، اسم الميتال هو بس شلنا كلمه اتوم وحطينا اين بس. تاني حاجه خدت بالك منها اكيد هي انه في الاخ ده وفي الاخ ده، ودي حاجه غريبه جدا. طيب وخدت بالك ان في ده وفي ده، ودي حاجه غريبه جدا برضو. بص يا سيدي، في بعض الميتالز اللي هم بيسموهم الترانزيشن ميتالز، ودول حوارنا السنه دي اصلا، يعني احنا هنقعد اول الشابتر كله بنتكلم عن الترانزيشن ميتالز. دول احتمال ساعات بيبقى ليهم اكتر من فالنسي، يعني ساعات يلوز 2 ساعات يلوز 3، او ساعات يلوز 1 وساعات يلوز 2، ساعات ده وساعات ده. ده موجود في الطبيعه وده موجود في الطبيعه، عكس الاولانيين اللي هم بتوع اعدادي دول، اللي هم الاس بلوك والبي بلوك لو انت فاكر. الاس بقى بلوك دول لا، دول هو رقم واحد ثابت، اللي هم جروب 1 a و 2 a. دول رقم ما بيتغيرش. انا بلوز 1 يبقى طول عمري هلوز 1 واطلع من دماغي، انا بلوز 2 يبقى طول عمري هلوز 2، انا بلوز 3 يبقى طول عمري هلوز 3، وهكذا. تمام؟ طيب فاذا ده تعليقك لو انت يعني علقت على كابر 1 وكابر 2، ايرون 2 ايرون 3، ده هيتدرس بالتفصيل في الشابتر ده. طيب تعليق مهم هنا برضو، خدت بالك بقى اكيد من دول؟ دول انا لمحت عليهم من شويه. ما بقاش اسمه فلورين اين بقى، لا اسمه فلورايد، كلورايد، برومايد، ايودايد. هما كان اسمهم ايه؟ فلورين، كلورين، برومين، ايودين، صح؟ طيب هنا سلفايد، هنا اوكسايد، ما اسموش سلفر اين، هنا نايترايد، وهنا فوسفايد. فخلي بالك النون ميتالز بيغيروا اسمهم لما يبقوا اينز. طيب هنا في الاتوميك جروبس: هيدروكسايد، نايتريت ونايترايت، اسيتيت، بايكربونات، بايسلفيت، بيرمنجانات، وكلوريت. في طلبه، ودي حاجه بتبقى حلوه جدا عند الطالب، انه يبدا يلاحظ الباترن اللي موجود في الحاجات. هي الكيمستري على فكره فيها حاجات كتيره جدا، باترن يعني نمط، تمام كده. في ناس لماحه للانماط دي فبتاخد بالها فبيسهل عليها جدا في المذاكره. طيب هقول لكم ايه النمط اللي انا بتكلم عنه. الدايفالنت في سلفيت وسلفايت وكربونات وكرومات وداي كرومات، واخيرا الترايفالنت مفيش غير واحد بس اسمه فوسفيت. معلش بقى انا عايزك تركز معايا قوي في الحته دي، في دول بالذات، يعني اللي هم المونوفالنت والداي فالنت. هشرح ايه بقى انا؟ هشرح ان العلماء مش بيسموا عشوائي، لا، العلماء قالوا لما نيجي نسمي حاجه هنقسم اسمها بالنص. النص الاولاني بيدل على الاليمنت اللي موجود، والنص الثاني بيدل على كميه الاكسجين اللي موجوده. يعني ايه يا مستر؟ بص، النون ميتالز دول لما عملوا اينز قال لك في احتمال ان يبقى فيهم اكسجين واحتمال لا، ولما فيهم اكسجين احتمال يبقى اكسجين قليل او كتير، فعملوا حركه في منتهى الصياعه والذكاء. قال لك بص، بدايه الكلمه اللي هو اسمه في الانجليش بريفكس هينم على اسم الماده، سلفر بقى ولا نيتروجين ولا اي حاجه. اما الحته الاخرانيه اللي هي اسمها سافكس، اخر الكلمه، هنحط حاجه من ثلاثه: يا اما ايد، يا اما ايت، يا اما ايت. امتى احط ايت؟ لو كميه الاكسجين، في طلبه خدت بالها كتير. امتى احط ايت؟ لو كميه الاكسجين قليله. امتى احط ايد؟ لو مفيش اكسجين خالص. طبعا الناس اللي كانت معانا في ثانيه ثانوي قلنا الكلام ده قبل كده، ماشي، بس بنعيده تاني للتذكره. يعني ايه يا مستر؟ يعني تعالى اقول لك على حاجه ظريفه. بص كده على السلفيت، ها، والسلفايت، ها، والسلفايد. في جزء في اول الكلمه اللي هو بريفكس الاولاني ده صلف صلف صلف. ليه صلف؟ عشان في سلفر اكيد يعني، تمام؟ طيب امتى ختمت بايد يعني خليتها سلفايد؟ لما الحاجه ما فيهاش اكسجين خالص. امتى ختمت بايت؟ لما فيها 4 اكسجينات. امتى ختمت بايت؟ القليله بقى اللي فيها كام؟ اقل منها بواحده، اللي هي ايت اللي فيها 3 اكسجينات. طب بص اللعبه دي هتعجبك، اللعبه دي جدا برضو. بص هنا وهنا
وهنا. في نيترايد، في نيتريت، في نيترايت، كلهم بادئين بنيتر. ليه نيتر؟ عشان في نيتروجين. طب الختمة بتاعت الكلمة، القفلة بتاعت الكلمة، امتى حط ايد؟ لما ما فيش اكسجين خالص. امتى حط ايت؟ لما في اكسجينات كتير. امتى حط ايت؟ لما في اكسجينات اقل. خلي بالك هو كتير وقليل بالنسبة لبعض، يعني مش لازم يبقوا 4 عشان اقول ايت، لا هو واحدة كتير وواحدة قليل، 3 و2، 2 و1، 4 و3، ايا كان. شفت اللعبة؟ لعبة جميلة جدا 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 وتسهل عليك فين؟ في المذاكرة. طب حاجة كمان برضو بسيطة جدا تسهل عليك في المذاكرة، خدت بالك من دي، من دي ودي؟ يا مستر خدت بالي في شبه بينهم. ايوه في شبه. ايه يا مستر الحوار؟ في كربونات CO3 وفي باي كربونات HCO3. ايه ده؟ نفس الحاجه بس حطينا لها اتش فحطينا في الاول باي بالظبط. فعلا هو دي قاعده في الكيمستري كده، لما حاجه عاديه من غير اتش تبقى اسمها كذا، لو هي حطينا لها اتش يبقى اسمها باي كذا ده. وطبعا عشان هي اتش بوزيتيف فبتخصم واحد من النيجاتيف. يعني ايه؟ يعني لما هي كربونات كان عليها نيجاتيف 2 او 2 نيجاتيف، لما انا اجي احط لها اتش بوزيتيف فالبوزيتيف دي هتطير واحده من النيجاتيف دول فتبقى اتش سي او 3 نيجاتيف كام؟ 1. نفس اللعبه بالظبط. لو جبنا لون مختلف هنلاقي الباي سلفيت والسلفيت. السلفيت اصلا SO4 2 نيجاتيف، لما جبناه هو حطينا له اتش بقى اسمه باي سلفيت، بس ما بقاش 2 نيجاتيف بقى 1. ليه؟ ما انت يا حبيبي جبت له اتش بوزيتيف فالبوزيتيف دي هتخصم واحده من الاثنين دول فتبقى ايه؟ نيجاتيف واحده. طبعا مش محتاج اقول الكروميت والداي كروميت دي سهله جدا. كروميت عشان فيها كروميوم واحده، داي كروميت عشان فيها 2. مش محتاجه ذكاء يعني، صح ولا ايه؟ جميل جدا جدا جدا. هتلاقيني في الحاجات اللي اقدر اساعدك في حفظها فيها قواعد محترمه زي دي. اقول انا القواعد على طول عشان افهمك الاسم جه منين، فانت تبقى ايه؟ تبقى شاطر وفاهم وعارف كل حاجه. تمام؟ طيب جميل جدا. ده اللي انا كنت بتكلم عنه حالا. تمام كده؟ الهالوجينز اللي هو جروب 7A اسمهم ايه؟ فلورين، كلورين، برومين، ايودين، صح؟ بينما الهالايدز اسمهم ايه بقى؟ برافو عليك او عليكي. فلورايد، كلورايد، برومايد، ايودايد. دول داي اتوميك موليكيولز ودول مونوفيلنت اتومز. حد فاهم اللي انا بقول ده؟ يا رب تكون فاهم، واعتقد ان انت فاهم وبدات تلمس ازاي الكلمات بتفرق. يعني كلمه بسيطه تتغير. دول موليكيول اوف اليمنت فاصنفهم هم بيمشوا داي اتوميك اتنينات، بينما دول اينز اوف اتومز فنصنفهم ان هم مونوفيلنت ونغير اسمهم عشان هم نون ميتال. كل حاجه ليها قاعده. فلورين، فلورايد، كلورين، كلورايد، برومين، برومايد. عشان كده العيله كلها اسمها ايه؟ هالوجين. لكن العيله هنا اسمها ايه؟ ما اسمهاش هالوجينز، اسمها هالايدز. شفت الاي دي جت ازاي؟ يا رب تكون معايا ومركز. حاجتين بسرعه. اورجانيك اتوميك جروبس كنا خدناهم في اولى ثانوي وهنحتاجهم كتير جدا في تشابتر 1 السنه دي و5. يعني هنحتاجهم مرتين، مره في اول السنه ان شاء الله ومره في اخر السنه باذن الله. في حاجه اسمها فورميت او ميثانويت HCOO نيجاتيف، حاجه اسمها اسيتيت او ايثانويت CH3COO نيجاتيف. هم مالهم مكعبلين ليه يا مستر كده؟ ما تلموهم على بعض وتكتبوهم عدل. يعني ما تكتبوا HCO2 مثلا، فاهمين؟ او C2H3O2 خلاص. لا ليه يا مستر؟ هي رخامه وخلاص؟ لا بصراحه مش رخامه وخلاص. هو الموضوع في الكلمه دي. مالها الكلمه دي؟ الكلمه دي مفتاح للرسومات العجيبه دي. تمام كده؟ يعني الحاجات اللي بتبقى مكتوبه بشكل عجيب غالبا عجيب عليك، يعني عجيب بالنسبه لك عشان انت لسه ما خدتش اورجانيك، لكن بمجرد ما هتاخد الاورجانيك ان شاء الله هتلاقي الكلام ده بالنسبه لك تافه. وهشرح لك ساعتها ليه. يعني ساعتها هشرح لك ان شاء الله ليه بنكتب الاو جنب الاو مش معاها O2. ليها قصه وليها مبرر علمي بس مش وقته دلوقتي. مؤقتا احفظهم زي ما هم كده، او بمعنى اخر افتكرهم زي ما هم كده لان هم من اولى ثانوي. الدايفيلنت مفيش غير واحده بس اسمها الاوكزاليت، والاوكزاليت دي بقى اغرب من الغرابه. ليه؟ C2O4 2 نيجاتيف او ساعات بيكتبوها COO براكت 2 نيجاتيف، وساعات بيكتبوها بالمنظر ده
وانا عايزك تذاكر دي اكتر بصراحه يعني كده. يا مستر ده نفس الحكايه يا حبيبي، ما هي COO باي 2 يعني متكرره كام مره؟ مرتين اهو، تمام كده بس، وعليها بقى كلها كده 2 نيجاتيف. حلوه الكيمستري صح؟ لذيذه جدا لذيذه جدا، مفيش اي حاجه صعبه خالص، مفيش اي اشكال غريبه خالص. ماشي، ذاكر دول ضروري عشان هنحتاجهم جامد جدا 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 جدا. والى هنا اعزائي الطلبه الجمال الظراف الشداد الجمال العظام، خلصنا الاتوميك جروبس وقسمناهم لكاتاين اناين اللي هم فيهم مونوفيلنت ودايفيلنت وتراي فيلنت. اوعى تتلخبط بينهم وبين مونو اتوميك وداي اتوميك وبولي اتوميك، الله يكرمك. المونو فيلنت داي فيلنت تراي فيلنت ده معناه انا بلوز او بجين واحد او اتنين او تلاته، لكن مونو اتوميك وداي اتوميك دي حاجه تانيه خالص. لو سمحت ركز فيها ضروري. نرجع للسلايد دي. لا في قبل السلايد دي في حاجه مهمه قوي بس. important similarities. انا مع الايام والسنين بشوف الطلبه بتتلخبط في حاجات كانت بالنسبه لي بديهيه، بس لقيتهم بيتلخبطوا، فاحتاج انا ايه؟ ما هو ده دوري كمدرس، اني الحقك قبل ما تغلط، مش استناك اما تغلط وبعدين اقول لك، لا انا بحاول الحقك من الاول. كالعاده في طلبه هتستفاد من الاخطاء دي وما تقعش فيها، وكالعاده هنلاقي طلبه، وده اللي بيحصل كل سنه، بقالي 15 سنه بدرس نفس المنظر، تلاقي عيال احترمت نفسها وسمعت الكلام وذاكرت، وعيال ما تتعلمش غير لما تاخد على دماغها. تاخد على دماغها بمعنى ايه؟ تنقص في الامتحانات، نعمل لها كويز وامتحان شهر ويجيب درجه وحشه. اخطائه غالبا ما بتكونش في ثالثه ثانوي اصلا. يا جماعه معظم الاخطاء اللي بنقابلها سواء اثناء السنه والله او اخر السنه ما بتكونش في منهج ثالثه. منهج ثالثه في الاغلب كله بيمشي فيه كويس. المشكله بتكون الاساسيات ان هو مش عارفها. ايه المشكله مثلا هنا؟ الكلورين غير الكلورايد. لما اقول لك كلورين غير لما اقول لك كلورايد، وده لسه قايلينه حالا، ده موليكيول في اليمنت وده اين. الكلوريت ودي من شويه جت في الاتوميك جروبس، دي حاجه ثانيه خالص، دي ClO3 نيجاتيف. وما تفهمش ليه بقى بتتلخبط مع الكروميت. كلوريت والكروميت دول هي مفهومه ليه بصراحه ان فيها 8 في الاخر، بس يا حبيبي ده كلور وده كروم. يعني نقرا كويس نقرا كويس. احنا مش على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ممكن ما تقراش كويس وتقرا من على الوش، مش هيجرى حاجه، دي سوشيال ميديا في الاخر، لكن في العلم مفيش حاجه اسمها كده. طيب هنا نيتروجين غير نيترايد غير نيترايت غير نيتريت، وانا فهمتك كل حاجه جايه منين. سلفر غير السلفايد غير السلفايت غير السلفيت، وفهمتك كل حاجه جايه منين. برومين غير برومايد غير باريوم، ودي برضو غلطه شائعه. الBA دي باريوم والBR دي برومين او برومايد. واخيرا ودي برضو مفاجاه من المفاجآت، ان في ناس ما بتعرفش تفرق ما بين الالومنيوم والامونيا وبيكتبوا ده مكان ده. والله تصدق مش بضحك عليك ولا بحكي حكايات من الخيال، ده قدام عيني بيحصل في الامتحانات والسناتر. فاذا الالومنيوم AL، الامونيا NH3، وده كومباوند نيوترال على فكره. NH3 ده امونيا، ده نيوترال. اما امونيوم ده هو اللي اتوميك جروب NH4 عليه بوزيتيف 1 في الاخر. تمام؟ طيب قول لي كده، معلش انا جبتها، نيتروجين اتوم هتبقى عامله ازاي؟ رد، ما تقعدش قدام الفيديو حاطط ايدك على خدك. ها قول نيتروجين اتوم دي ايه؟ ان. طيب النيترايد فاكر؟ دي اين وما عليهاش اكسجين خالص، وعشان النيتروجين نون ميتال فبيجين يبقى عليها نيجاتيف حاجه، وعشان هو عنده 5 في الاوتر موست، او عشان هو في جروب 5A فعنده 5 في الاوتر موست فبيجين 3، فتبقى N3 نيجاتيف. هو انت لازم تفكر زي كده. هي ممكن دلوقتي تكون صعب عليك شويه، ممكن تكون حاسسني بجري شويه، بس لو ذاكرت حبه هتلاقي بتفكر زيي بالظبط وتعرف الاجابه ان شاء الله. طيب نيتروجين موليكيول، موليكيول وده إليمنت، يبقى حاجه من ثلاثه، يا مونو، مونو ايه بقى؟ قول مونو ايه؟ سامعك اللي بتقول مونو فيلنت، سامعك وهنط لك من الشاشه اطبق في زماره رقبتك. مونو فيلنت يا بني ادم ازاي وانا بقول لك نيتروجين موليكيول؟ نيتروجين موليكيول يعني مونو اتوميك او داي اتوميك او بولي اتوميك. نذاكر بقى. طيب فعشان ده من السبعه المشهورين فهيبقى داي اتوميك فهيبقى N2. طيب فهو consist of 2 combined nitrogen atoms. اما لو انا قلت لك 2 uncombined كده يعني بدردش معاك ولا حاجه، ف 2N دي يعني 2N وخلاص، مش ماسكين في بعض باي حاجه. اتفقنا؟
تمام. الى هنا اعزائي الطلبه الجمال خلصنا الاليمنت. كل حاجه عن الاليمنت انت عرفتها. بص، انا بشوف او بدعي ان انت بعد الفقره دي من الشرح ايا كانت طويله او قصيره انت استفدت. تمام، ايا كان مستواك كان ايه عامل ازاي انت استفدت. افتكرت معلومات مش فاكرها، او عرفت معلومات مش عارفها، او فهمت حاجات جت منين ما كنتش عارف هي جت منين. وده عندي احلى حاجه في الدنيا، يعني ده بالنسبه لي انا كده مرضي جدا ومبسوط جدا جدا جدا. الى هنا اعزائي الطلبه والطالبات في كل مكان انتهت حصه النهارده. بتمنى اكون قدرت اراجع لكم وافكركم باهم المعلومات، وتكون انت استمتعت معايا مش بس فهمت، استمتعت بالحصه. بتمنى ان انت تلتزم وتذاكر كويس، وما تخشش الحصه الاولى غير وانت مذاكر الحصه دي كويس جدا جدا جدا. ولو في اي مشاكل تتواصل معانا على الارقام دي سواء اتصال او واتساب، وده الويب سايت بتاعنا عشان هتعمل عليه اكونت. واشوفكم على خير باذن الله في اول حصه في المنهج على الويب سايت وفي مواعيد السناتر اللي هتلاقوها على البيج بتاعتنا. اشوفكم على خير، مع السلامة. الفيديو ده لكل طلبة تانية وتالتة ثانوي اللي عايزين يدرسوا كيمستري، بمعنى هشرح السيستم اللي همشي بيه ان شاء الله مع دفعة 2026 لكل المراحل. اصل بصوا يا جماعة، هدف طالب تانية ثانوي تقريبا هو هدف تالتة ثانوي، يعني دي سنة نقل ودي سنة شهادة، بس كله عايز يتعلم وكله عايز يجيب درجات. فهنمشي بنظام في تانية ثانوي اللي هي نقل زي بالظبط نظام الشهادة اللي هي تالتة ثانوي، وان شاء الله نظام مميز جدا جدا جدا. فعايزك تركز معايا، انت طالب تانية، طالب تالتة، اونلاين، سنتر، ايا كان انت وضعك ايه، تاكد ان الفيديو ده هيرد على كل الاسئله اللي انت بتبعتها لنا على البيج واللي انت عايز تعرفها. اولا انت هدفك ايه؟ انا وانت هدفك مفروض من السنه الدراسيه دي ان انت تجيب درجه حلوه ان شاء الله اخر السنه. تاني، ايا كان انت تانية او تالتة، وان شاء الله تتعلم. ما هو الموضوع مش درجات وخلاص يا جماعه، الدرجات ممكن نجيبها كلنا بالحفظ عادي، لكن الاثنين مع بعض ده بيفرق جدا جدا. فانت عايز درجات وعايز تتعلم. عملنا سيستم باذن الله يوصلك للنتيجه اللي انت عايزها دي. اول حاجه في السيستم ده هو ميعاد نزول الحصه. ده موضوع مهم جدا بيني وبينكم، يعني ميعاد نزول الحصه على الويب سايت هو يوم الاربعاء. بمعنى انت سواء طالب تانية او تالتة، فان شاء الله كل يوم اربع هتلاقي الحصه بتاعتك، الفيديو بتاعك متسجل وموجود على الويب سايت. طبعا تالتة ثانوي بالفعل الاربع اللي هو 3/9 اول حصه ليهم في المنهج، لكن تانية ثانوي لسه شويه. يعني ان شاء الله لما المنهج ينزل من الوزاره ونعرفه ونستقر نبدا نعلن ان احنا بدانا وتشوف الحصه بتاعتك. بس باذن الله حصتك هتنزل يوم الاربعاء. يوم الاربعاء بقى كام في الشهر الله اعلم. انا بتكلم عن مين هنا؟ عن تانية ثانوي. لكن تالتة ان شاء الله يوم 3/9 اول حصه في المنهج ليهم. الحصه التاسيسيه بتاعت تالتة ثانوي نزلت بالفعل على اليوتيوب، تمام كده؟ فانت المفروض اتفرجت عليها ودخلت على المنصه حليت اسئله كمان وكله تمام. انت بس مستني نبدا اول حصه لتالتة ثانوي ان شاء الله يوم 3/9. طب يا مستر في سؤال، هو انت ليه بدات متاخر؟ يعني ليه 3/9 اول حصه في المنهج؟ ليه مش في 8 وكده؟ والله يا جماعه الموضوع ده بيتغير حسب الماده وحسب المدرس وحسب كذا حاجه، بس تاكدوا ان مفيش مدرس بيعمل نظام الا وهو عارف هيخلص المنهج امتى وهيراجع قد ايه. فالسؤال ده عشان اتكرر كتير جدا ما تقلقوش منه خالص. لما ببدا بدري، وده حصل في سنين قديمه، الناس بتزهق مننا في الاخر، ما هو ما بيقدرش يكمل لانه بادئ بدري. برضو مده السنه طويله على الطالب، فبنبدا في ميعاد يعني مناسب اللي هو اول اسبوع في 9 ده. وتاكد ان الخطه باذن الله هتسيبنا نراجع بشكل يعني مستفيض جدا الحمد لله يعني، تمام؟ والبلان معموله، يعني البلان معموله بالمواعيد باذن الله، فدي حاجه ما تقلقش منها خالص. طالب تاني ثانوي خلاص مش فارق معاه الموضوع ده، لان لسه اصلا المنهج ما نزلش، فلما ينزل هنبدا على طول بعدها على طول بكذا يوم يعني. طيب فاذا ده بالنسبه لميعاد الحصه. اما بقى انت طالب سنتر، خلاص روح بقى شوف الجدول بتاعنا على البيج بتاعتنا وكلم السناتر القريبه ليك واحجز عادي جدا في السنتر، مفيش مشكله. السناتر مواعيدها ثابته، انت بقى حسب هتلاقي سبت وحد واثنين وثلاث واربع في سناتر معينه وهكذا. تاني نقطه ودي مهمه جدا، الباكج اللي انت بتذاكر منها، وده موضوع اتسالنا فيه كتير برضو. هجيب كتب خارجيه ولا مش هجيب كتب خارجيه؟ الاجابه ما تجيبش كتب خارجيه، تمام كده؟ انت مفروض بتبقى واثق في المدرس بتاعك ايا كانت الماده ايه يعني، وعارف ان هو مجمع لك كم كبير من الاسئله باذن الله مغطيه كل حاجه. فعملنا لك باكج ظريفه كده سواء انت تانية او تالتة ثانوي. هنعمل ايه في الباكج دي؟ الاول هندي لك حاجه اسمها ملزمه البري ريكويزيتس، كلمه غريبه شويه عليك بس معناها بيزكس، حاجات قديمه انت محتاجها في السنه اللي انت داخل عليها. ففي تالتة ثانوي مثلا عملنا لهم حصه طويله جدا، مراجعه كبيره جدا ببوكلت مخصوصه للحاجات دي. تانية ثانوي لما المنهج ينزل هنحضر له برده بري ريكويزيتس ونطبعها ونديها لك جوه الباكج. طيب ايه تاني هتلاقيه؟ هتلاقي بوكلت الشرح نفسه. في تانية ثانوي
ثانوي الترم بينزل على بعضه، لكن ثالثه بنعمل ايه؟ شابتر 1 و2 مع بعض، وبعدين 3 و4 مع بعض، وبعدين 5 لوحده. تمام كده؟ طبعا لما بتكلم بالطريقه دي بلاقي طلبه بتبعت لي ايه؟ مستر انا ثانيه ثانوي، احنا عندنا 5 شابترز فعلا زي ما انت قلت. حبيبي انا بقول ثالثه ثانوي 1 و2 مع بعض، و3 و4 مع بعض، و5 لوحده. ده مين ده؟ ثالثه. لكن طالب ثانيه لسه المنهج ما نزلش اصلا، فانا اكيد ما اعرفش هم كام شابتر لحد اللحظه دي وانا بصور الفيديو ده. المنهج ما نزلش، فانا ما اعرفش المنهج كام شابتر. لما ينزل ان شاء الله هننزل برده الترم الاولاني لوحده والترم الثاني لوحده. طيب ايه تاني موجود جوه الباكج اللي انت هتاخدها مننا؟ الانيشيتور. الانيشيتور دي هي اسم البوكلت بتاعه الهوم ورك، انا مسميها انيشيتور. انيشيتور يعني نبدا، فاهمين؟ فده بدايه الايه؟ الحل. بسم الله الرحمن الرحيم، حل كده انيشيتور. فده الهوم ورك بتاعك. بدي لك كمان كوبي بوك فاضيه، عشان انا بحب الطالب دايما ياخد نوتس جوه كل حصه، فاعمل لك كوبي بوك مخصوصه ليك ومخصوصه للكيمستري بتاعتنا احنا، يعني عليها اللوجو بتاعنا، فانت بتكتب فيها بقى وتاخد ملاحظاتك، سواء برضو انت طالب سنتر او اونلاين. بندي لك البريدك تيبل مطبوع في ورقه لوحدها، لان البريدك تيبل ده برضو ايا كان انت سنه كام هو مهم جدا بالنسبه لك، ولازم يبقى متعلق قدامك في كل حته في الحياه. بخصوص ثالثه ثانوي بنديهم ورقه المفاهيم اللي هي بتتوزع عليهم في الامتحان علشان بيحلوا منها، فبندخلهم في المود يعني من بدري، وبنديهم الورق ده من بدري. ده بتاع الوزاره مش بتاعي، يعني ده حاجه انا مش عاملها. طيب فده بالنسبه لميعاد الحصه، وده بالنسبه للباكج اللي انت بتجيبها. طيب عايز تحصل بقى على الباكج دي تجيبها منين؟ يا اما من اقرب سنتر لحضرتك، هتلاقي الاماكن محطوطه على البيج بتاعتنا، دور هتلاقي البوست موجود، يا اما بتبعت لنا على الواتساب واحنا بنبعتها لك ديليفري. فبتبعت لنا البيانات دي زي ما هي مكتوبه كده بالظبط، الاسم والمرحله، انت ثانيه ولا ثالثه، رقم تليفونين والعنوان وعلامه مميزه، عشان بتوع الدليفري الشركه نفسها تبقى عارفه هي رايحه فين. تاني الكلام ده ممكن يحصل دلوقتي لثالثه ثانوي، لكن ثانيه لسه، هو لسه المنهج انا ما اعرفوش، هبقى عامل بوكلت ازاي والمنهج لسه مش عارفه. فتلاقي ولد مثلا يوم ايه 3/9 4/9 فاهم، يبعت لك انا عايز البوك. انت سنه كام يا ابني؟ ثانيه ثانوي. حبيبي يا حبيبي لسه، لما المنهج ينزل ان شاء الله هنعمل بوكلت ونوزعها. السيستم موحد، ثالثه ثانوي بدات، ثانيه ثانوي لسه. طيب بعدين ايه تاني محتاج انت تعرفه بقى؟ انا هعمل معاك ايه اثناء السنه؟ ده موضوع بقى مهم جدا جدا جدا. طيب الموضوع يا سيدي بيكون ان انا بشرح عادي جدا الحصه، فيديو مسجل انت بتشوفه او في السنتر، بعدين بحل معاك جوه الحصه. ليه؟ لان الموضوع ده بقى مهم جدا جدا. طالب احيانا كتير يبقى فاهم المعلومه حلوه جدا، بس مش عارف يطبق، مش عارف يوصل المعلومه بالسؤال. يعني ماشي حلو اللي انت حكيته ده وشرحته وحضرتك بتشرح حلو واسلوبك مش عارف بتحكي ايه، كل الكلام ده جميل جدا، بس انا بقى اللي انت قلته ده مش شايفه له اي علاقه بالسؤال. فانا دوري ان انا احل معاك كميه محترمه من الاسئله جوه الحصه نفسها. فانت بتخرج من الحصه ان شاء الله فاهم الدرس وحالل عليه كمان. تروح البيت تحل الهوم ورك. الهوم ورك بتاع حضرتك بتحله على الويب سايت علشان يتصحح في ساعتها. تمام كده؟ الهوم ورك بيتحل على الويب سايت، ايا كان انت سنتر او اونلاين، كله بيحل على الويب سايت، يتصحح ونجيب الدرجه، والدرجه تتبعت لاولياء الامور عشان الحكايه تبقى سهله وسلسه ولذيذه، كله عارف كل حاجه. مبقاش ولي الامر قاعد مستخبي ومش عارف حاجه، وانت قاعد مستخبي ومش عارف حاجه، وانا في الدنيا تانية. لا، كلنا متوصلين ببعض. طيب حلينا الهوم ورك، بنيجي على الكويزز. كل اسبوع بينزل لك كويز بتحله قبل الحصه الجديده، يعني بينزل في يوم مختلف. يعني الحصه بتنزل الاربع، الكويز بينزل السبت، بحيث ان انت تكون خدت فرصه ذاكرت وحليت وهكذا، تحلش الكويز في نفس يوم الحصه. بعدين كل شهر بنعمل ورشه دي يعني حل بقى اسئله على الشابتر كله. ما هو كل حصه حاجه، ولما اتكلم على الشابتر كله حاجه تانية، تبقى افكار الاسئله مختلفه. وبعدين طبعا بنعمل اكزام كل شهر، بتطمن على مستواك وانا بطمن عليك، وولي الامر برضو يطمن علينا كلنا. تمام كده؟ فبقى احنا الثلاثه مثلث متوصلين ببعض، نطمن على بعض باذن الله. طيب الاسئله دي انت جبتها منين يا مستر؟ ليه؟ لان الولد، بعض الاولاد والبنات يعني، عايز يحل كتير جدا جدا جدا، فبطمنك بقى. الكويستشن بانك بتاعنا انا بسميه سوبر كويستشن بانك. ليه؟ لانه مليان اسئله من مصادر كتيره جدا جدا، يمكن انت لو حاولت تلمها وتحصل عليها ممكن ما تعرفش، او ممكن ما تلحقش اصلا تلمها. فانا لمم لك بقى كتب المعاصر والوافي ومنصه نجوى ومنصه الوزاره بتاعت بنك المعرفه وكتاب التفوق وامتحانات السنين اللي فاتت بتاعت ثالثه ثانوي طبعا، وهكذا. فاذا تاكد ان انت لو مشيت معايا وحليت اللي انا بطلبه منك بالظبط، تاكد ان انت مغطي كل المصادر دي. تمام؟ بس مين بقى بحله فين دي حاجه ترجع لي انا. يعني مثلا الهوم ورك من المعاصر بس ما لقيتش فيه امتحانات السنين اللي فاتت، دي بتاعتي انا بقى. المراجعه بتاعت الشهر لقيت فيه التفوق ما لقيتش فيه مش عارف ايه، دي بتاعتي انا. هتلاقيني بختار كل سؤال ينزل امتى وينزل فين. الاسئله مكانها فين بتاعتي. اللي ليك انت ان انا ان شاء الله هحل معاك كل دول على مدار كل شهر، على مدار اجزاء المنهج. تمام؟ بعد كده انت عايز تشوف حل الاسئله دي، انت في حاجات غلطت فيها طبعا وفي حاجات مش فاهمها. تمام؟ فعامل لك كذا اوبشن.
اول اوبشن ان انت على الويب سايت بعد ما تحل الواجب او الكويز وتدوس سبميت وتشوف الدرجه هتلاقي الموديل انسر. الموديل انسر ازاي؟ مكتوب اجابه لكل سؤال او فيديو انا بحل السؤال بنفسي وبشرحه. تمام كده؟ بشرحه جاي منين؟ تمام؟ فاذا كل سؤال مشروح لوحده. طب انا ما فهمتش، يعني انا شفت بقى الفيديو حضرتك بتشرح وبرده ما فهمتش. تمام؟ ساعتها هتخش لي في اللايف. انا عامل لايف كل يوم خميس لتانية لايف وثالثه لايف تاني. تمام كده؟ كل يوم خميس بنتقابل انا وانتوا نشرح لبعض اللي احنا مش فاهمينه. يعني هنا انا بسمع اسئلتكم مش بشرح حاجه جديده يعني. فانت جالك سؤال مش عارفه اسالني في اللايف ده. تمام؟ طب يا مستر عندي سؤالين بقى. افرض انا بقى مش عايز اخش اللايف ده. انا ما انصحكش، لازم تخش اللايف على الاقل تسمع زمايلك. يعني لو انت ما عندكش اسئله اسمع زمايلك بيسالوا في ايه، هتستفاد اكيد. طب انا يا مستر في سؤال جالي دلوقتي وعايز احله دلوقتي، مش هستنى اللايف، بعيد قوي اللايف ده، انا ذاكرت السبت مثلا واللايف الخميس. ابعت للاسيستنس، هدي لك ارقام دلوقتي، عندي فريق العلمي يرد عليك في اي وقت، ممكن يرد عليك واتساب او يخش لك زوم يشرح لك انت 1 تو 1. طيب سؤال تالت بقى يا مستر. ايه يا حبيبي خير؟ دلوقتي الحصه هتنزل الاربع، انا طالب اونلاين، الحصه هتنزل الاربع واللايف الخميس، انا ايه اعمل ايه بقى؟ انا مش ساحر برضو. بص نصيحتي ليك اعمل الجدول بتاع المذاكره ان الكيمستري تكون اربع او خميس او الاثنين طبعا، بحيث ان الحصه تنزل الاربع فانت تذاكرها طازه لسه الفيديو سخن كده ونازل، وبعدين تحل الهوم ورك وتخش لي لايف يوم الخميس. فيا اما الاربع نفسه او الخميس الصبح يبقى ده مذاكره الكيمستري بتاعك، فتخش لي تسالني في اللي انت عايزه. ده سيناريو حلو، يعني انا شايف ان ده المثالي للموضوع، انك تذاكر الحصه تسالني كأن انا قاعد قدامك بالظبط. ومع ذلك لو ما لحقتش تعمل الحركه دي او جدولك مش مظابط على الحوار ده، عادي اتفرج على الحصه السبت او الحد وبقى اسالني الخميس اللي بعده، واحنا مش هنجري من بعض. يعني انا مش هعمل لايف واحد واموت مثلا ان شاء الله، يعني بعد الشر عليا، بس الفكره انه في خميس تاني وفي خميس تالت ان شاء الله، في خميس رابع، السنه طويله ما شاء الله مليانه خميسات. فلو انت ما لحقتش تسالني في الخميس الاولاني اسالني في الخميس اللي بعده. اسالك يا مستر في الحصه اللي فاتت لا اللي قبلها، ايوه يا حبيبي ايه المشكله؟ ما هو عادي، انت هتسالني في الكيمستري بشكل عام، خش اسالني في اي وقت عن اي معلومه ان شاء الله هجاوبك. ما تفكرش بشكل ضيق، يعني عادي وسع الامور والحكايه ان شاء الله سهله ولذيذه. طيب فين بقى الكلام ده؟ يعني فين الفيديوهات وفين اللايف وفين الكلام ده؟ على الويب سايت بتاعنا اسمه kimvalley.net kimvalley.net. يبقى انت اول حاجه هتعملها حالا دلوقتي بعد الفيديو ده هتعمل اكونت على kimvalley.net علشان توصل لكل الرغي اللي انا عمال اقوله ده. الحاجات دي كلها على kimvalley.net. تمام كده؟ طيب الويب سايت ده لما تعمله هيبقى ده المنظر بتاعك، دي حاجه كروكي كده احنا عاملينها عشان اشرح عليها يعني، فبتلاقي اسمك والاي دي بتاعك مكتوب هنا وبتاع. طيب الموضوع عامل زي ايه؟ زي شريط كده انت بتسكرول فيه بالجنب، فبتلاقي الحصه وراها الواجب وراها فيديو الواجب وراها الكويز وراها الحصه اللي بعدها وراها الواجب وهكذا متسلسله ورا بعضها. فوق هنا اللي علامه الكاميرا دي هي دي الزوم لايف بتاعنا، يعني لما يجي اللايف الخميس هتدوس هنا تلاقيني ان شاء الله قاعد ونشرح لبعض كل الكلام. تاني كل ده فين؟ على kimvalley.net. طيب النقطه اللي بعد كده هي التواصل معانا بيبقى ازاي؟ على ارقام التليفونات دي سواء واتساب او مكالمه تليفون هتلاقينا ان شاء الله بنرد عليك، او بقى على صفحاتنا فيسبوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب وكل الحاجات الحلوه دي. فاذا ده كده النظام بتاعنا باذن الله لحد اجازه نص السنه، سواء انت تانية او ثالثه ان شاء الله هيبقى فيه اجازه نص السنه ده اكيد، فنفضل نكرر الكلام ده ان شاء الله لحد ما ما نخلص. اتمنى اكون كده وضحت وغطيت كل الاسئله اللي انتوا بتدور في دماغكم، علشان باذن الله تلاقوا نفسكم الامور ماشيه بسلاسه والسيستم بتاعنا ماشي بسلاسه. طبعا عندي تفاؤل شديد جدا بالسنه الجديده، عندي امل باذن الله ان تحققوا كل اللي نفسكم فيه وكل الناس تخرج من السنه دي راضيه ومبسوطه بدرجات ومجموع كبير وفهم للكيمستري وغيرها طبعا من المواد. اشوفكم على خير، بتمنى لكم التوفيق، مع السلامه.